ده هو ايتوشي، عيل غلبان تعبان زهقان واقف في الشارع جعان ومش لاقي اي حاجه ياكلها، مفيش اي حد فاضي يساعده والدنيا جايه عليه على الاخر. وفجاه وهو واقف كده لقى واحد في الميه وبيغرق وخلاص هيموت. ايتوشي من غير ما يفكر ومن غير ما يحس نط في الميه وراه على طول وانقذه وطلعه بره وفضل جنبه لغايه لما فاق. بس الواد اول لما فاق ما نطقش بكلمه شكر حتى، وكان زعلان ومتضايق. فايتوشي بيقول له مالك ايه يا عم، انا لسه مطلعك وكنت هتموت، انت متضايق ليه؟ بس الواد رد عليه وقال له ايه اللي انت عملته دوت، هو حد طلب منك ان انت تطلعني؟ انا نطيت بمزاجي وكنت عاوز اموت، بس مش مهم، هبقى احاول في وقت تاني. وبالمناسبه انا اسمي دازاي واتشرفت بيك وشكرا لانقاذك ليا. ايتوشي قال لي نفسه يعني انا تعب نفسي وفي الاخر هو عاوز يموت. ايتوشي كان واقف زعلان وكان متضايق. دازاي لاحظ ان هو مش مبسوط وقال له مالك يا عم، انت زعلان ليه؟ ايتوشي قال له انا من اسبوعين وانا قاعد في الشارع ومفيش مكان اروحه ولا حد اعرفه في المدينه ومش عارف اعمل ايه في حياتي ديت. وفجاه في واحد جه من بعيد ونادى على دازاي وقال له انت نسيت المهمه بتاعتك ولا ايه؟ عمال تلف في الشوارع وسايبنا كده، يلا بينا عشان في مشكله جديده ولازم نحلها. دازاي قال له يلا بينا، بس قبل ما يمشي بص على ايتوشي وقال له تعالى معانا هجيب لك اكل وهخليك تروق على نفسك. فالواد فرح ساعتها وقام على طول ومشي معاهم. ودوه مطعم وجابوا له اكل وايتوشي ما سماش واكل والدنيا كانت اخر جمدان. وبعدين دازاي كان قاعد بيكلم صاحبه وصاحبه دوت اسمه تاكيدا وقال له المهمه اللي علينا ديت بقالنا اسبوعين ومش لاقيين لها حل خالص ومفيش اي تفسير للي بيحصل. فايتوشي سمع الكلام دوت وقال لهم مالكم انتوا شغالين في ايه اصلا وايه المهمه ديت؟ فحكى له وقال له احنا تبع منظمه الابطال الخارقين ووظيفتنا هي حل الجرائم اللي الشرطه مش عارفه تحلها ونوقف اي جريمه بتحصل. ايتوشي قال له ايه المهمه اللي انتوا مش لاقيين لها حل؟ فقال له في نمر ظهر في المدينه من اسبوعين وبيقتل الناس ومحدش عارف يوصل له. الواد اول لما سمع اسم النمر اترعب وكان عاوز يسيبهم ويمشي. تاكيدا لاحظ عليه وقال له انت رايح فين يا بطل، انت تعرف حاجه عن النمر دوت؟ الواد ما كانش عاوز يحكي بس هما ما رضوش يسيبوه لحد لما يتكلم. وساعتها قال لهم لما كنت في الميتم النمر ده كان بيظهر كل يوم بالليل وبيقتل الحيوانات اللي كانت هناك، وكنت اقوم من النوم الاقي المكان كله متكسر لحد لما طردوني من الميتم، وكل ما امشي في الشارع احس ان هو بيراقبني وفي عينين بتبص لي بس انا ما شفتوش ولا مره. ده زي قال له حلو كده الكلام ده جامد، طالما ان النمر بيراقبك يبقى انت لازم تيجي معانا عشان نحطك طعم ونمسكه. فالواد قال لهم لا انتوا عاوزين تموتوني ولا ايه؟ بس ده زي اداله عرض ما يطفتش، اداله شيك بمبلغ كبير جدا. ايتوشي قال له كده الكلام يختلف ووافق على طول. ايوه يا صديقي الفلوس بتغير اي حاجه. وبالليل ده زي اخدوا المصنع مجهور والمكان كان مظلم على الاخر وقعدوا يستنوا النمر. ايتوشي كان مرعوب وقال له النمر ده هيظهر امتى؟ احنا هنفضل مستنيينه كتير ولا ايه؟ لو كده انا همشي واسيبك. بس ده زي قال له ما تخافش انت الوحيد اللي النمر عمره ما هيأذيك. وقال له وضح اكتر انا مش فاهم حاجه. ده زي قال له النمر ظهر في الميتم اللي انت عايش فيه وما كانش حد عارف يوقفه، وكمان لما اتطردت من الميتم من اسبوعين دي نفس المده اللي النمر ظهر فيها في المدينه. انا هقول لك اللي انت مش اخد بالك منه، ايوه انت هو النمر. صدمه بكل المقاييس. وفي منتصف الليل القمر ظهر في السماء وجسم اوتوشي بدا يتحول والعظم بدا يتحرك والجلد بدا يتغير واهوت اتحول بالكامل لنمر وعينيه ولعت نار وهجم على دازاي بكل قوته وبسرعه مرعبه. بس مفيش اي فايده، دازاي مش سهل برضك دافع عن نفسه من غير لما يشيل ايده من جيبه. واوتوشي هجم عليه تاني بكل قوته وظهر باعلى صوته ودازاي صد الهجوم وفعل كل قوته. والقدره بتاعته ان هو بيقدر يوقف قدره اي حد لمجرد ان هو يلمسه. ايتوشي رجع لجسمه الطبيعي وقع على الارض واغمى عليه. اعضاء المنظمه حضروا وقالوا لدازاي ايه اللي حصل؟ فحكى لهم كل حاجه وقال لهم خلاص انا لقيت النمر ومسكته. وسالوه هتسلمه للحكومه ولا هتعمل فيه ايه؟ دازاي قال لهم لا الواد ده من النهارده هيبقى واحد مننا، بس هنعمل له كذا اختبار كده ونتاكد منه. وفي الوقت دوت ايتوشي اول لما فاق ما كانش فاكر ايه اللي حصل، بس بص لايديه لقاها لسه متحوله وما رجعتش لطبيعتها، وعرف وقتها ان هو النمر الوحش اللي كل الناس خايفه منه واللي كان بيراقبه من بعيد. نعم انها العظمه يا الساده. اعضاء المنظمه باركوا له وقالوا له من النهارده انت واحد مننا وحمايتك هي وظيفتنا، وكانوا فرحانين بيه جدا. بس اوتوشي كان جواه زعلان ما كانش عارف يسامح نفسه على اللي عمله. وبالمناسبه هو ما يعرفش عمل ايه بس هنعرف بعدين.
والتاني يوم ايتوشي صحي ولقى جنبه شنطه فيها هدوم جديده، ودازاي اتصل بيه وقال له البس وتعالى يلا عشان عاوزينك. راح له هناك ودازاي قال له انت عندك قوه كبيره جدا زي اي حد فينا في المنظمه، وانت هتنضم لينا، ايه رايك في الموضوع دوت؟ الواد فكر شويه بس قلبه كان وجعه، قال له لا، انا لو انضميت مش هعرف اتحكم في قوتي ومش هقدر افككم في اي حاجه، وهتتريقوا عليا زي ما كل الناس بتعمل، الاحسن ليا ان انا اشوف شغلانه وخلاص. دازاي قال له تمام يا عم ولا يهمك، الشغل اللي انت بتدور عليه عندي، تعالى معايا. ايتوشي قال له احنا رايحين فين؟ بس دازاي قال له امشي وانت ساكت وهتعرف بعدين. وهما ماشيين في الشارع لقوا تاكيدا جاي عليهم وهو متعصب وقال لهم في واحد من المافيا هجم على المنظمه واخد ناس رهائن ولازم نلحقهم بسرعه. واحد اسمه تان كان جايب قنبله وبيهدد ان هو هيفجر المبنى كله لو رئيس المنظمه ما ظهرش، والموظفين كانوا خايفين مش عارفين هيعملوا ايه. وتاكيدا قرر ان هو يطلع بنفسه ويتفاوض معاه وقال لاوتوشي ودازاي لو ما وافقش انتوا اللي هتتصرفوا. تاكيدا طلع وحاول يكلمه ويوقفه، والواد رفض ساعتها وقال له انا عارفك انت من ابطال المنظمه، اقف هناك ولو فكرت تعمل حاجه هفجر المبنى باللي فيه. دازاي واوتوشي مش عارفين يتصرفوا والوقت كان بيجري. دازاي ساعتها قال له لو ما عرفناش نوقفه لازم ما نخليش القنبله تنفجر، يا اوتوشي عطله شويه وحاول تلهيه باي حاجه وانا وتاكيدا هنتصرف. الواد كان مرعوب وقلبه كان هيقف بس شجع نفسه واخد نفسه وطلع ساعتها. تان اول لما شافه قال له انت مين؟ انت ايه اللي جايبك هنا؟ انت عاوز تموت ولا ايه؟ اوتوشي قال له انت عاوز تموت الناس دي كلها وتموت معاهم ليه؟ معقول مفيش اي واحده معبره خالص؟ يا عم ولا يهمك، خد واحده من الرهائن ديت وصدقني هتبقى كويسه معاك ومش هتاثر في اي حاجه. ده زي سمع الكلام وكان ماسك نفسه بالعافيه، ولاحظ ان تان ما بقاش مركز معاهم ونادى على تاكيدا وقال له اهجم عليه بسرعه. تاكيدا ساعتها فعل قوته وفي اقل من ثانيه اخذ الجهاز من ايديه ووقفوا مكانه. العيال ساعتها فرحوا بس فرحتهم ما كملتش، تاني امن تاني وهجم على تاكيدا واخذ جهاز التحكم منه وفعل القنبله وضحك وقال لهم خلاص 30 ثانيه وكلكم هتموتوا. ايتوشي واقف ومش عارف يعمل حاجه، قاعد يفكر بس مش لاقي حاجه، والوقت كان بيعدي وخلاص 19 ثانيه. الواد من غير لما يفكر رمى البنت اللي كانت جنبه وراح على القنبله وحضنها، وده كان حضن الموت يا صديقي. قال لهم ابعدوا ومحدش يقرب مهما حصل، انا حاسس ان انا ماليش لازمه في الدنيا ديت، على الاقل اكون عملت حاجه مفيده. وخلاص الوقت عدى 3 ثواني 2 1 وبوم، وساعتها مفيش حاجه حصلت. يا الهي ما هذا! الكل ساعتها انصدم والكل بقى يتفرج على اوتوشي وهو لسه ماسك القنبله ومش فاهم حاجه، وعينيه كانت مفتوحه وقلبه كان هيقف حرفيا، بس ما كانش فيه تفجير والقنبله ما اشتغلتش اصلا. وطلعوا كلهم متفقين على كده من الاول، وده كان اختبار ليه عشان يعرفوا هو ينفع ينضم للمنظمه ولا لا. والقائد ساعتها حضر وقال ده زي طول عمره عنده حق، جال امبارح وقال لي في شخص قوي جدا ظهر وطلب مني ان انا اضمه لينا، بس كان لازم أن يكون في اختبار عشان نشوفه هينفع ولا لا. والكل سأل انت كده وافقت يعني؟ والقائد قال لهم طالما ان ده زي موافق انا اكيد موافق. بس ايتوشي قال لهم مين اللي قال لكم ان انا عاوز انضم اصلا؟ بس ده زي قطعه وقالوا لو سيبناك تمشي من هنا، اولا انت ما عندكش مكان تروحه ولا هتلاقي اكل وهتفضل مرمي في الشارع، وثانيا الحكومه عرفت ان انت النم وساعتها هتاخد طلقه في نص دماغك وغبائك دوت هو اللي هيقتلك، والحل الوحيد ان انت تنضم لينا وما تخافش احنا هنساعدك تتحكم في قوتك وتبقى قوي زينا. الواد فهم كلامه ووافق وما كانش عنده حل. وهم قاعدين ايتوشي بدأ يتعرف على الأعضاء وعرف إن الواد اللي اسمه تان والبنت اللي جنبه اللي اسمها تومي هما الاتنين أعضاء في المنظمة. وهم قاعدين في واحدة اتصلت بتان وقالت له عندي مشكلة ومحتاجة المنظمة تحلها لي، ابعت لي رقمك وعنوانك. وبعتت رقمها وعنوانها وقالت لهم تعالوا نتقابل هناك. راحوا كلهم، وده زي أول لما شاف البنت راح يهزر معاها. تاكيدا اتعصب ساعتها واداله واحدة طيرته وقال له ده مش وقته. البنت قالت لهم في مجموعة من الأشخاص المشبوهين بشوفهم حوالين المصنع بتاعي وكل يوم بيجي يلفوا شويه ويمشوا، عاوزكم تعرفوا هم مين وليه بيراقبوني. تاكيدا قال سهله وبص لاوتوشي وقال له انت هتروح تراقب المكان دوت، ولو لقيت اي حاجه غريبه بلغني وهتلاقيني على طول عندك. الواد كان خايف عشان دي اول مهمه ليه، فساعتها بعت معاه تاني ونومي عشان الخطر، وقبل لما يمشي قال له حاجه اخيره لو شفت الشخص دوت اهرب من المكان على طول. اوتوشي ساله مين دوت؟ انا ما سمعتش عنه خالص. تاكيدا قال له ده اسمه اوكتاجو، اخطر راجل في رجال المافيا كلهم،
وراهم ومحدش عارف يوقفه او يثبت عليه اي جريمه، وقوته جباره ومش هتعرف تعمل معاه اي حاجه. ايتوشي قال له تمام، بس كان خايف ومرعوب، وشكلنا داخلين على معركه قريبه قوي. مشوا ورا البنت ودخلوا شارع مظلم، والبنت قالت لهم تعالوا من هنا. وساعه لما دخلوا لقوا الشارع مسدود اصلا ومفيش حد موجود. تان سالها فين الناس اللي انت جايبانا عشان نراقبهم. البنت ضحكت جامد وقالت لهم انتوا صدقتوا ولا ايه يا اولاد الاغبياء؟ انا مش عارفه انتوا محققين ازاي، انا عملت كل دوت عشان اجيبكم لحد هنا. وطلعت التليفون بتاعها واتصلت بحد وقالت له النم معايا هنا ومعاه 2 من صحابه، وتعالى دلوقتي انا مستنياك. ايتوشي اتخض وقلبه وقف واتجمد، ازاي عرفوا ان انا النمر؟ البنت ساعتها طلعت الرصاص وضربت عليهم من كل حته والمكان كله اتدمر. بس فجاه نومي وقفت قدامهم واخدت كل الضرب بنفسها، وجسمها اتقطع من كتر الرصاص ووقعت في حضن تاني وهي غرقانه في دمها. وخلاص شكلها دي النهايه يا صديقي. تاني صرخ وقال لها لا، انا مش هسيبك تموتي، انا مش هعرف اعيش من غيرك. بس دي سنه الحياه يا صديقي، واحد بيموت عشان التاني يعيش. كم انت ظالمه ايتها الحياه، نعم انها قسوه الحياه. تاني لقى نفسه لوحده واللي بتحبه بتموت في حضنه. البنت جات لي تاني ورفعت السلاح في وشه ولسه هتقتله، وفجاه طاقه تاني اتفعلت وتعصب على الاخر وعينيه اتحولت وقال لها انا مش هرحمك النهارده، ودخلها مجاله الغريزي واختفى من قدامها. البنت ضربت في كل مكان بس مفيش حاجه جت، وفجاه ظهر وراها ومسك رقبتها وخنقها بكل عصبيه. البنت خلاص جابت اخرها، بس في اخر لحظه في واحد جه ضربه من وراه. ايوه اوكتاجو جه. ايتوشي واقف ومش عارف يعمل حاجه، كل ده بيحصل قدامه وهو لا حول له ولا قوه. اوكتاجو راح وبص له وقال له ما كنتش اعرف ان انت ضعيف قوي كده، ده انت ما تستاهلش ربع المكافاه اللي محطوطه عليك. وفعل كل قوته وضرب ضربه سيحت الارض من جنبه. ايتوشي طار في الهواء ووقع والدم نزل في كل حته. اوكتاجو قال له للاسف انا عاوزك عايش، بس ده ما يمنعش ان انا ممكن العب معاك، لو قمت هقطع رجليك على طول. الواد كان خايف مش قادر ينطق بحرف، بص لتاني ولقاه لسه عايش، بس تاني بيقول له اهرب وسيبك مننا، اهرب من المكان ده بسرعه، انت عمرك ما هتقدر عليه. اوتوشي افتكر ذكرياته ايام الميتم لما كانوا بيضربوه ويقولوا له انت فاشل. قال لنفسه انا هفضل جبان لحد امتى؟ هفضل اهرب ومفيش مني فايده لحد امتى؟ صحابي خلاص بيموتوا بسببي وانا عاوز اهرب، لا انا مش هعمل كده. وبيتعصب وبيهجم عليه بكل قوته وجري بسرعه جنونيه وفاد هجمه اوكتاجو واخد الرصاص وضرب عليه في كل حته، بس مفيش اي فايده. اوكتاجو كان قوي جدا. اوكتاجو ساعتها اتعصب عليه وقال له انا مش قلت لك لو قمت هقطع رجليك؟ وهوبا اداله واحده طيرت رجليه والدم في كل حته. اوتوشي وقع على الارض وغرقان في دمه وقال ليه بيحصل معايا كده؟ ليه مش عارف اعمل اي حاجه في حياتي؟ وبيقول ليه دايما بكون ضعيف؟ بس بيتعصب على الاخر وبيقول لهم لا انا مش فاشل، انا مش ضعيف زي ما انتوا فاكرين، انا قوي وهقتلك دلوقتي. وقوته ساعتها اتفعلت وجسمه اتحول لنمر ورجليه اللي اتقطعت اتجددت تاني وظهرت هاله مرعبه حواليه. ايوه هنشوف العظمه النهارده يا صديقي. بص لاوكتاجو وقال له انا مش هرحمك النهارده، وهجم عليه بسرعه واداله واحده لزقته في الجدار. البنت اللي معاه حاولت تصيبه بالرصاص بس مفيش اي فايده، الرصاص ما كانش بيعدي الجلد بتاعه. وساعتها هجم عليها وكان هيقتلها، بس فجاه ضربه من اوكتاجو قسمته نصين، بس دي كانت نسخه وهميه كان هو اللي عاملها. ايتوشي ظهر من وراهم وهجم عليه بكل قوته وقال يا اما قاتل يا مقتول. اوكتاجو ساعتها ما استسلمش هو كمان واستخدم كل قوته وهجم عليه بسرعه هو كمان. ويا ترى مين اللي هيموت؟ وفجاه ده زي وقف هجمتهم الاتنين بايديه وقال لهم مش كفايه لعب بقى ولا ايه؟ ايوه هو ده عمنا وعم الكل، ده زي كان عارف من البدايه ومتوقع كل دوت، بس سابهم عشان يشوف ايتوشي هيتصرف ازاي. والبنت استغربت وقالت له ازاي انت عرفت اللي بيحصل هنا وجيت بسرعه ازاي؟ ساعتها بنشوف ده زي لما حط لها التسجيل وهو معاها وعرف ساعتها كل حاجه. نعم انها العظمه يا الساده. البنت اتعصبت وعاوزه تهجم عليه بس اوكتاجو وقفها وقال لها لازم نمشي دلوقتي، ده زي هو الاقوى. البنت قالت له انت خايف منه ولا ايه؟ بس اوكتاجو قال لها لا انت مش عارفه الشخص اللي قدامك دوت عمل ايه قبل كده، ده كان منايم الناس من المغرب بس سابنا وراح المنظمه وشكلنا لسه ما شفناش حاجه عن قوه ده زي. وده زي ساله انت عاوز تخطف الواد ده ليه؟ اوكتاجو قال له بعد الخراب والدمار اللي عمله النمر الدوله نزلت مكافاه كبيره على اللي هيقبض عليه، بس انا مش هسيبه وفي يوم من الايام هنهي المنظمه بتاعتكم ديت واقضي عليها خالص. ده زي قال له وريني اخرك يلا، بس المره الجايه مش هرحمك ويلا امشي من قدامي. اوكتاجو مشي واختفى.
تاني يوم ايتوشي صحي من النوم وكان مرعوب، كان فاكر كل اللي حصل وسأل تاكيدا هو تانا ونومي حصل لهم ايه؟ هما لسه عايشين دلوقتي؟ تاكيدا قال له ما تخافش، هما لسه فيهم نفس وبيتعالجوا دلوقتي. الواد ساعتها ارتاح وقال الحمد لله ان هما ما حصل لهمش حاجه. تاكيدا ساعتها قال له هو انت عملت ايه لكل دوت؟ ايه الدمار اللي سببته للدوله وخلاها تحط مبلغ كبير زي دوت؟ باين عليك عملت مشاكل كتيره يا صاحبي، الحكومه مش هتسيبك في حالك. ايتوشي اتضايق وقال لو ما كنتش موجود، لو ما اتضمتش للمنظمه من الاول، كان زمايلي كلهم بخير ومحدش اتاذى فيهم، انا السبب في كل اللي بيحصل دوت. وقام واخد كل هدومه وسابهم ومشي وقال كفايه كفايه مشاكل لحد كده، وراح لتليفون موجود في الشارع واتصل بيوكي وقال لها لو انتوا عاوزين النمر انا سبت المنظمه خلاص، ولو عاوزين تاخدوا المكافاه دوروا عليا ومالكوش دعوه باي حد تاني. يوكي قالت له هو انت عاوز تحميهم ولا ايه؟ بس لا انا مش هسيبهم في حالهم وهعمل اللي في راسي. وساعتها ايتوشي عارف ان الكلام مش جايب نتيجه وقال خلاص انا همشي ومش هرجع تاني. بس يوكا قررت تعاقب المنظمه كلها واتصلت بواحد من كبار المافيا وقالت لهم عندي مهمه ليكم، جهزوا اقوى جنود عندكم وكل اسلحتكم، عاوزاك تعمل مذبحه، عاوز الدم يملى المكان، مش عاوز اي حد يطلع عايش، عاوزاهم كلهم يموتوا. الراجل قال لها من عينيا بس جهزي الفلوس بتاعتنا واحنا هنجيلك على طول. قالت له تمام، وشكلها كده يا صديقي هتبقى دمار على كل. بدا يجمع اقوى رجاله 50 راجل ومعاهم اسلحه تنهي دوله كامله، راحوا المنظمه وكسروا الباب ودخلوا بكل عصبيه وقالوا ايه دوت انتوا كلكم هنا؟ احسن برضك عشان ما نقعدش ندور كتير. وهجموا عليهم. ايتوشي كان ماشي جنب المبنى وفجاه سمع صوت ضرب نار واسلحه والدنيا خربانه خالص، اتخض وقال ايه دوت؟ هي الحرب العالميه حصلت ولا ايه؟ انا لسه قايل لها انا سبت المنظمه، هي لحقت تبعتهم امتى؟ وجري على المبنى على طول. واول لما وصل انصدم من هول ما رآه. ايوه رجالتنا قايمين بالواجب وزياده، ماسكين رجاله العصابه ونازلين عليهم تكسير فيهم، مش فارق معاهم مافيا ولا يحزنون، اللي بيقف قدامهم بيكسروا ظهره على طول. تاني كان بينط عليهم زي الوحش والنوم وهي مصابه بتضرب وتكيدا شغاله الله ينور. ايوه دي اقوى منظمه في العالم، شخص منهم كفيل يخلص على بلد بحالها. وخلصوا على المنظمه بالكامل وامام الشباك زي الفراخ. ايتوشي وقف وعينيه دمعت من الفرحه وعيط ساعتها. تكيدا لاحظه وقال له مالك انت بتعيط ليه؟ احنا عشان ضربناهم ولا ايه؟ ايتوشي مسح دموعه وقال مفيش حاجه، اصل انا افتكرت حاجه كده. واحد من المنظمه اسمه رامبو قال انا لازم امشي دلوقتي، في قضيه قتل حصلت وانا لازم اروحها. تكيدا قال له تمام بس خد ايتوشي معاك وعلمه اي حاجه بدل ما هو قاعد ومفيش منه فايده خالص. راحوا وركبوا القطر ووصلوا مسرح الجريمه ولقوا منظر بشع. عرفوا ان اللي اتقتلت دي بنت وكانت شغاله مع الشرطه واتضربت 3 طلقات ولقاها عايمه في الميه. واحد من الشرطه قال المجرم دوت ذكي جدا، قتلها ورماها في النهر عشان ما فيش بصمات ولا في اي حاجه ومستحيل نلاقي القاتل. وهم واقفين لقوا الشبكه اللي في الميه ماسكه حاجه وطلعوها وبينصدموا من اللي شافوه. طلع ده زي الواد دوت بيحاول يموت نفسه كل مره. ايه يا عم انت هدفك في الحياه ان انت تموت كافر ولا ايه؟ ولا هو ما فيش حد قادر عليك خالص عشان كده عاوز تموت نفسك؟ المهم ده زي عرف القضيه ووحشه في الجثه. وساعتها كاجي قال البنت ديت اتقتلت على ايد رجال المافيا، دي الطريقه اللي هم بيقتلوا بيها معظم الناس. زي قال له لا، المافيا لما بتقتل حد بتحط دماغه على قضيب القط وبتكسر رقبته وبعدين بتديله 3 طلقات في صدره زي البنت كده. بس واضح ان القاتل استخدم الطريقه ديت عشان يبعد الشكوك عن نفسه وعشان يبان ان المافيا هي اللي عملت كده. رامبو فكر في الجريمه وبدا يعمل التحليلات بتاعته وخيوط القضيه بدات تنحل واحده ورا الثانيه. ساعتها فتح عينيه ولا انا خلاص عرفت القاتل. الكل انصدم بالسرعه دي يا عم من غير لما تشوفه تعاين حتى. قالوا له مين يا عم؟ رامبو شاور على كاجي وقال له انت اللي قتلتها. صدمه بكل المقاييس. ايه دوت؟ الكل انصدم. قتل ايه؟ ده عيل تعبان وملهوش في الكلام ده خالص. وكاجي دافع عن نفسه وقال انا ما عملتش حاجه ومفيش اي دليل يثبت ان انا اللي قتلتها. رامبو قال له لا والله انت مفكر جو الصعبانيات ده هيمشي عليا؟ عاوز الدليل؟ طب خد التقيله، طلع المسدس بتاعك عشان نشوفه ونتاكد ان الطلقات فيه كامله. كاجي وقتها اترعب وعرف ان الجريمه بتاعته انكشفت خلاص. وساعتها قال لرامبو ايه اللي جابك هنا؟ ما كانش حد هيعرف اي حاجه، بس على مين؟ احنا معانا الجامدين. طلع سلاحه وقال يا صابت يا خابت اللي هيقرب هقتله على طول. بس ايتوشي مسكه على طول وثبته في الارض وقال له خلاص يا عم وقتك خلص. وبعدين اخدوه لمكتب التحقيقات عشان يعرفوا هو عمل ليه كده. قال لهم على كل حاجه، كان في قضيه تهريب لراجل تقيل في البلد والراجل كان مسلفني فلوس عشان اعرف كل الاخبار. وساعتها رحت وقلت لها ما تسلميش الادله اللي معاكي ولو سلمتيهم
انا كده هموت، العصابه مش هتسيبني عايش. البنت رفضت على طول وبصت له وقالت له انا مش هتراجع عن كلامي، ده مش ذنبي، اللي خان القانون لازم يتعاقب. ساعتها قال طالما كده كده هموت طب دي نهايتي، ورفع المسدس على دماغه وكان هيقتل نفسه، بس البنت جريت عليه على طول وما كانتش عاوزاه يموت. وهنا بتحصل الصدمه، الرصاصه بتيجي فيها والواد مش لاقي اي حل خالص، فبياخد المسدس ويضرب عليها كمان طلقتين. بامبو بيقول له اقول لك هي قالت ايه كمان؟ قالت له انا اسفه، بس اسفه على ايه؟ انت اللي متي، بس ده هو الانسان يا صديقي. وبتمر الايام وهما التلاتة بيكملوا حل القضايا اللي الشرطه عجزت عن حلها، وبقوا فريق الاحلام خلاص. وفي يوم من الايام في بنت واقفه معاها تليفون وباين عليها ان هي تايهه، وفي شابين بيشوفوها وبيحاولوا يكلموها وبيقولوا لها مالك، بس هي مش بترد وباين عليها ان هي مش طبيعيه وما كانتش فاهمه هما بيقولوا ايه. وبتشوف ده زي وهو ماشي في الشارع وبتروح تقف جنبه وبتطلع التليفون بتاعها، وإذ فجاه الاتنين بيختفوا. يا ترى مين اللي عاوز يخطف ده زي، وهل هيقدر يهرب منهم ولا لا؟ وبنروح لاعضاء المنظمه اللي بيحسوا ان ده زي مختفي بقاله فتره وما جاش لحد دلوقتي، بس رامبو بيقول لهم عادي، هتلاقيه رمى نفسه في اي نهر ولا حاجه، شويه وهيرجع تاني وما تقلقوش. واثناء ما هما بيتكلموا تاني طلع من باب الاوضه وكان يتعالج وبقى تمام. ايتوشي اول لما شافه حس بالسعاده على طول وقال الحمد لله اللي انت كويس، انا لسه حاسس بالذنب من ساعتها. وبعد كده الدكتوره بتقول لهم انا نازله اروح السوق وعاوز اشتري شويه طلبات، عاوز حد يجي معايا. وطبعا عمنا ايتوشي اللي مش بيعمل اي حاجه هو اللي بيروح معاها. ايتوشي راح مع الدكتوره واشترى اللي هم عاوزينه، وهم ماشيين في السوق قابل البنت اللي خطفت دازاي وعارف ان البنت ديت مش عاديه خالص وعندها قوه كبيره جدا، بس كمل طريقه عادي وما اداش اهتمام للموضوع دوت. وبعدين ركبوا القطر وكانوا راجعين تاني والدنيا كانت هاديه، وفجاه السماعه الداخليه في القطر اشتغلت وفي واحد كلمهم وقال لهم انا زرعت الكنابل في كل العربيات وانا عارف ان انت هنا يا اوتوشي وانا مراقبك من زمان، وجهز نفسك يلا عشان هتموت. وهوبا اول قنبله فرقعت في القطر والناس كلها ماتت والدم موجود في كل حته والناس كلها مرعوبه. الدكتوره قالت لاوتوشي بسرعه قدامك حل من اتنين، يا اما تهرب وتسيب اللي يموت يموت، يا اما تدور على الكنابل وتحاول توقفها. بس الواد وقف وقال لها انا مش ههرب، انا لازم انقذ الناس دي كلها. واتفقوا كل واحد يروح في مكان مختلف ويدوروا على الكنابل. والدكتوره راحت العربيه ولسه داخله وهوبا قنبله فرقعت، ولحسن الحظ كانت لسه عايشه. واوتوشي هو كمان شاف البنت نفسها اللي خطفت دازاي من الاول وقال لها امشي من هنا القنابل هتنفجر على طول، بس البنت مش بترد ومش خايفه من اي حاجه. وجالها اتصال وواحد كلمها وقال لها اقتلي اي حد عاوز يوقف الكنابل. والمفاجاه ان اوكتاجي هو اللي بيتحكم فيها عن طريق التليفون، واي كلمه بيقول لها عليها بتنفذها بدون تفكير، وهو اللي مخطط لكل حاجه. البنت فعلت قدرتها الشيطانيه وظهرت قدام اوتوشي بصوره مرعبه وكان سيفها معاها، والشيطانه يا دوبك فتحت سيفها اوتوشي طار من قدامها. الواد اتعصب على الاخر وهجم عليها بكل قوتها، بس هيعمل ايه قدام الكائن دوت؟ السيف قطعه، اوتوشي اخد ضربه في بطنه والدم نزل في كل حته. وفي نفس الوقت كاجي كان في واحد نزل عليها ضرب ومش رحمها خالص، والواد اللي قدامها غرز السكينه في ايديها ورمى عليها كنابل كتيره والمكان كله انفجر وشكلها خلاص دي النهايه. اما اوتوشي كان واقع على الارض والياس جاله والدنيا بتلف بيه، بص لوراه ولقى الاهالي والركاب واقفين ومرعوبين من اللي بيحصل، والاطفال عماله تعيط وكلهم بصوا له مستنيين ان هو ينقذهم. وقال ساعتها في نفسه انا ضعيف لدرجه ان انا مش عارف احمي حد، انا مش عارف احمي اصحابي والناس دول هم كمان، امال انا ايه لازمتي في الحياه ديت؟ وخلاص بدا يشجع نفسه وقال لا انا مش لازم استسلم، وجمع كل قوته وهجم على البنت تاني. الشيطانه ضربت والسيف نزل عليه، بس المفاجاه قوه اوتوشي اتفعلت وقدر يتحكم في قوته وفعل دراعه وصد ضربتها وما حصلوش اي حاجه. البنت اتعصبت ونزلت عليه ضربات سريعه جدا، واحد اتنين، بس مفيش حاجه جايبه معاه نتيجه، وهو بيتفادى الهجمه وسرعته بتزيد لمستوى تاني خالص، وبيهجم عليها بكل قوته وبيكسر سيفها الشيطاني وبيحط السيف على رقبتها وبيقول لها حركه كمان وهقتلك. نعم انها العظمه يا ساده. بس بيتفاجئ ان البنت مش خايفه منه وبتقول له هتقتلني وايه يعني، وبتبدا تقول له كل اللي هي عملته. وساعتها ايتوشي بيعرف ان في حد بيتحكم فيها وبيسالها فين الكنابل اللي موجوده، بس المفاجاه ان هي اللي لابسه الكنابل. والواد انصدم، هو انت هاديه كده ازاي ومش خايفه خالص؟ وفي نفس الوقت الواد اللي معاه راح يطمن على كوس الجاجي ولقاها متعلقه في الشباك وجسمها كله متدمر، وراح ليها ويا دوبك بيبص لها هوبا بوكس جاله وحد ضربه ولسه هيتكلم كمان واحد تاني بيريحه. الواد مش فاهم حاجه، لقى كاجي واقفه وبتضحك له وقال لها انت لسه عايشه ازاي؟ كاجي ساعتها ضحكت وقالت له انت نسيت ان انا دكتوره ولا ايه؟ قدرتي هي الشفاء وعالجت اصاباتي في اخر
اخر لحظه، عشان كده ما حصليش اي حاجه. وقامت وطلعت السلاح بتاعها وبصت للواد وقالت له انت عاوز تقول اي حاجه قبل ما تموت؟ قال لها لا. طب يلا مع السلامه، وخلصت عليه ومات. وبعدين اتصلت بايتوشي وقالت له القنابل بتنفجر عن طريق جهاز التحكم، واكيد الجهاز دوت مع حد في القطر. ايتوشي على طول فهم وقال لها تمام سيب الموضوع ده عليا. وسال اوزومي هو فين جهاز التحكم. اوزومي طلعته واديته له، وصاحبنا الغبي اخذ الجهاز وبص عليه وضغط على الزرار اللي موجود فيه، وهوبا القنبله اتفعلت والساعه بدات تعد. وايتوشي قال لها هو مش المفروض الزرار ده بيوقفها؟ اوزومي قالت له لا ده بيخليها تنفجر، وانت ضغطت على زر الانفجار يا غبي. ايتوشي انصدم وجري بيحاول يفك القنبله قبل ما تنفجر، والساعه كانت بتعد. واوزومي قالت له خلاص مش هتلحق، وزقته بعيد عنها وقالت له انا اسفه مش عاوزه اقتل حد تاني. ونطت وهي عارفه ان هي هتموت وخلاص شكلها دي النهايه. بس انت متخيل ايتوشي هيسيبها من غير لما يعمل حاجه؟ لا والله. يبقى انت كده ما تعرفوش. فعل كل قوته وزود سرعته على الاخر وطلع البنت بسرعه، وفي جزء من الثانيه شال القنبله من عليها قبل ما تنفجر في وشها وانقذها، وهما الاثنين وقعوا في النهر وطلعوا بعدها بالسلامه. بس ايتوشي كان تعبان جدا ووقع على رجل البنت مغمى عليه من كتر التعب اللي عمله. البنت ساعتها بصت عليه وقالت له انت ليه عملت كده؟ انا كنت عاوز اموت. تاني يوم ايتوشي كان قاعد زعلان وكان عارف ان اوزومي هيتحكم عليها بالاعدام بسبب الناس اللي قتلتهم، وهو كان عاوز يوقف الحكم اللي عليها بس مفيش حاجه في ايديه. كده جاله وقال له انت متضايق ليه؟ اوعى تكون وقعت في حبها يا صاحبي. ايتوشي ما ردش عليه وكان ساكت وعينيه في الارض وهو زعلان. وبعد كده دخلوا البنت عشان يستجوبوها عشان يعرفوا كل الجرائم اللي هي عملتها، والبنت رفضت ان هي تتكلم وقالت لهم انا جعانه ومش هتكلم الا لما تاكلوني الاول. وفعلا العيال اخدوها وجابوا لها كل الاكل اللي بتحبه وسالوها هتتكلمي بقى ولا ايه؟ البنت قالت لهم انا كنت بنت يتيمه وكنت عايشه في الشارع وماليش اي لازمه خالص. اوكتاجو ساعتها شافني وقال لي قوتك كبيره جدا واخدني معاه وشغلني في قتل الناس، كان بيخليني اطيع اوامره بالتليفون اللي كان معايا، وحصلت كل الجرايم ديت. تكيدا قال لها انت قتلت كام واحد على كده بقى؟ قالت لهم 35 واحد بس. تكيدا بص لايتوشي وقال له البنت اعترفت بكل جرايمها ومهمتك ان انت تسلمها للشرطه العسكريه وانت عارف الباقي بقى. ايتوشي كان متضايق وكان عاوز يمنعها بس مش قادر يتكلم، عارف ان هي ملهاش ذنب في اي حاجه وكل اللي كانت بتعمله ان هي تنفذ اوامر اوكتاجو، بس القانون قانون والشرطه في خدمه الشعب. وبعدها اوتوشي راح للبنت وقال لها تعالي معايا، فهي راحت معاه اخدها وقعد يفسحها وكان نفسه يهون عليها ويخليها تفرح لاول مره في حياتها. بس ايزومي قالت له تعالى معايا وفضل ماشي وراها لحد ما وصل اسم الشرطه. قالت له انا عارفه ان انت بتعمل ده كله عشاني ومش عاوزني اموت، بس انا استاهل اكيد، حياتي مش اهم من حياه الناس اللي انا قتلتهم، وحتى لو هربت المافيا هتعتبرني خاينه وهيموتوني على طول، فما تزعلش عليا يا اوتوشي. بس فجاه هما بيتكلموا ضربه جت في قلب اوتوشي وبنبص بنلاقي اوكتاجو هو اللي عمل كده وجه من العدم ووقف قدامها وقال لها انت مستغربه ان انا عرفت مكانك منين؟ صح ده كله انا عارف مكانك من الاول وكنت مراقبك من التليفون اساسا، بس كنت مستني ان يبقى معاكي عشان اعرف اخطفه واخلص الموضوع بسرعه، وشكرا ليكي ان انت سهلت عليا الموضوع خالص. وفعلا اوكتاجو اخدهم هما الاثنين وحطهم في العربيه ومشي من المكان. وجهز نفسك عشان الدنيا ولعت يا صديقي. الخبر ساعتها بيوصل لاعضاء المنظمه ان اوكتاجو خطف ايتوشي وايزومي، وكمان ده زي مش موجود، بس رامبو ما بيكونش فارق معاه حاجه وبيقول لهم ايه يعني كده كده احنا مش محتاجينهم في حاجه وانا موجود هو اللي ايه. بس الباقيين بيفضلوا يدوروا عليهم وبيفتشوا كل حته وعاوزين يعرفوا اصحابهم فين، وقدروا يوصلوا للعربيه اللي اتخطفوا فيها. ولما وصلوا هناك كل اللي في المكان كانوا مقتولين بصوره بشعه جدا وجبال من الجثث موجوده، واعضاء المنظمه فقدوا الامل خلاص وبيروحوا لرامبو وبيقولوا له ساعدنا مش هنعرف نوصل لمكانهم من غيرك. بس رامبو بيقول لهم لا سيبوهم يعتمدوا على نفسهم شويه، هم لسه عيال صغيره ولا ايه؟ بس القائد بيظهر وبيقول له انت لازم تلاقيهم بسرعه، ايتوشي لازم يرجع، ساعدنا يا عم وانا هبقيك وما تقلقش من حاجه. رامبو بيقول له تمام بس خليك على قد كلامك. وبعد كده بيفعل قدره الاستنتاج بتاعته وبيعرف مكانهم في ثواني وبيقول لهم هم دلوقتي في احدى السفن وهدفهم ان هم يهربوهم بره البلد، شوفوا بقى هتنقذوهم ازاي. انا كده خلصت مهمتي ويلا مع السلامه. ايه يا عم الفخامه دي كلها وبراحه على نفسك شويه. القائد بيقول لتكيدا خد المركب بتاعك وروح ساعدهم وعاوزك ترجعهم مهما حصل. ومن ناحيه تانية بنشوف ده زي هو متسلسل في ايديه مش عارف يتحرك خالص ولا عارف هو فين. اوكتاجو ساعتها بيروح له وبيخنقه بس ده زي بيلغي تاثير قوته. اوكتاجو بيكلمه وبيقول له ده منظر رئيسنا القديم، ده انت كنت استاذي في يوم من الايام وبص لنفسك دلوقتي هتعرف ان انت ما تسواش حاجه. بس ده زي بيضحك وبيقول له على فكره انت افشل واحد علمته في حياتي، ده انا هيك عن القدره بتاعتك اللي ملهاش اي لازمه. هو
هو انت مش جامد قوي كده؟ طب يلا اقتلني وورينا هتعملها ازاي. اعرف مهمك يالا كويس واعرف انت بتتكلم مع مين، واوعى تنسى نفسك بعد كده والا هعلمك الادب. اوكتاجو ساعتها بيتعصب من كلامه وبيروح يضربه، بس ده زي كلامه صح، اوكتاجو مش هيعرف يعمل له حاجه، وحتى لو حاول يقتله عمره ما يعرف يقتله. ايوه هو ده زي اوكتاجو ساعتها بيتعصب جدا وبيروح للسفينه وبيفضل يضرب في اوتوشي وعمال يستهزئ بيه، واوتوشي مش عارف يعمل له حاجه. بس فجاه ايزومو بتيجي وبترفع السلاح في وش اوكتاجو وبتقول له انا مش هخليك تعمل فيه حاجه. بس اوكتاجو بيكسر سلاحها وبيروح عندها وبيفضل يخنق فيها وبيقول لها انت نسيت نفسك ولا ايه يا بنت؟ انت مجرد اداه بستخدمها زي ما انا عاوز. بس البنت ما بيكونش عاوزه تسيب ايتوشي، بتقول لايتوشي اهرب بسرعه وما تخافش انا مش هخليه يوصل لك. وهوبا اول قنبله فرقعت في المكان وكمان واحده بتبعد ايتوشي. اوكتاجو ساعتها بيقول لها هو انت زرعت الكنابل دي كلها عشان تنقذيه؟ انت لازم تموتي هنا دلوقتي. وفي نفس الوقت ايتوشي بيوصل على طرف السفينه وتاكيدا بيقول له يلا بينا نرجع المنظمه، ده القائد بنفسه هو اللي بعتنا عشان انقذك. بس اوتوشي كان واقف ومش بيرد وكان بيفكر في اوزمي وبيقول هو انا بجبني دوت، هو انا ضعيف قوي كده عشان اسيبها تموت وهي اللي انقذتني؟ انا مستحيل اسيبها وامشي. وبيتعصب على طول وبيرجع وبيقول انا مش هسيبها تموت عشاني. وفي اللحظه اللي اوتوشي بيرجع فيها كان اوتاجو فعل قوته وكان لسه هيقتل اوزومي، لكن في اخر لحظه اوتوشي بيتدخل وبيحميها قبل ما يحصل لها حاجه وبيحطها جنبه وبعد كده بيروح له. اوتاجو ساعتها بيقول له حلو كده، تصدق ان انا ما بقتش عاوز المكافاه؟ يلا بينا، اهم حاجه بالنسبه لي ان انا هقتلك دلوقتي، اجهز بقى عشان هتموت. وساعتها اوتاجو هجم عليه بكل قوته بس اوتوشي بيتفادى الهجمه بتاعته وبيهجم عليه هو كمان، واوتاجو بيرد وبيرمي عليه انصال وبيشعلقه في الجو. واوتوشي ساعتها اتعلق من ايديه ومش عارف يعمل اي حاجه. واوتاجو بيقول له للاسف مش هتشوفني وانا بموتها عشان هقتلك دلوقتي. وبيجهز الانصال بتاعته وكان خلاص هيقتله، بس الواد بيلغي الدراعات بتاعته وبيفك ايده وبيفعل كل قوته في رجليه وبيهجم تاني. واوتاجو بيعمل درع وبيتصدى ليه مفيش حاجه بتوصل له، وبعدها بيلغي الحاجز وبيطير لفوق وبيديله واحده بتلزقه في الجدار وكمان قنبله بتخلص عليه وبيكون مفكر ان هو كده مات. بس هل انت متخيل ان هو هيموت بالسهوله ديت؟ لا ورب الكعبه انه اوتوشي بيظهر من وراه وهوبا بيديله بوكس بيكسر بيه الاسفلت وبينزل تاني وبيكون مفكر ان هو خلاص. بس فجاه ضربه بتيجي في كتفه وبتسوق صدره. اوتاجو بيتعصب على الاخر وبيديله ضربه بيكسر بيه المكان، وكمان ما بيكتفيش بكده بيستخدم كل قوته وبيقطع فيه من كل حته. اوتوشي بيقع على الارض وخلاص دي شكلها النهايه، بس بيقاوم وبيتحمل الالم وبيقوم تاني. اوتاجو بيهجم عليه تاني بس بيصده، واوتوشي بيفك هجمته وبيهجم عليه بكل قوته وخلاص هيسيبه. اوتاجو في اخر لحظه بيطير في الجو وبيستخدم تقنيه جديده وبيقطع فيه من كل مكان، بس اوتوشي مش بيستسلم وبيعالج نفسه وبيطير عليه بكل قوته. اوتاجو بيحاول يوقفه وبيهجم عليه بس اوتوشي مش بيتاثر وبيستخدم ديل النمر عليه وبيسحبه معاه وبيجمع كل قوته في ايديه وبيديله بوكس وبيطير بيه المكان. بس اوتاجو بيعمل درعه وبيحاول يوقفه، بس اوتوشي بيصرخ باعلى صوته وبيصمم ان هو هيسيبه، وفعلا بيكسر الدرع اللي عليه وبيديله بوكس بيريحه. ايوه قوه لم يشهدها العالم من قبل. بس في الوقت دوت اوتوشي بيكون استخدم 100% من طاقته وبيقع على الارض وما بيكونش قادر يتحرك، واوزومي بتلحقه على طول وبتساعده وبتشيله وبتنط في القارب قبل ما السفينه تنفجر، والسفينه بتنفجر وبتزلزل المكان. ومن ناحية تانية ده زي بيكون عارف يفك نفسه وراح لمركز التحكم بتاع السفينة عشان يعرف مين اللي ورا كل دوت ومين اللي حط المبلغ الكبير دوت عشان يقبض على ايتوشي. واول لما بيعرف بينصدم عشان دمت بيكونوا مجموعة سرية اسمهم النقابة وبيضموا اقوى مستعملين قدرات في العالم، وبسبب الجرائم بتاعتهم بيقدروا يجمعوا ثروة كبيرة جدا. واللي بيكون حاطط الفلوس دي كلها على ايتوشي بيكون واحد اسمه فرانسيس زعيم النقابة بتاعتهم، وشكله هو اللي هيجي بعد ما المافيا فشلت والدنيا ولعت حرفيا يا صديقي. وبنشوف اوكتاجو وهو نايم على السرير وبيكون جسمه كله متكسر بعد الضرب اللي اخده من ايتوشي، وشكله كده مش نافع تاني. وزعمان مافيا بيستدعوا يوكا وبيقول لها احنا كنا مشغلينك عشان اوكتاجو بس هو فشل في المهمه بتاعته، عشان كده انت مالكيش لازمه هنا ويلا مع السلامه. البنت بتزعل جدا وبتحاول تدافع عنه بس هم مش فاهم معاهم الكلام دوت وبيقولوا لها خلاص وقت خلص وامشي من هنا يلا، وبتسيبهم وبتمشي ومش عارفه هتعمل ايه. بتروح تقعد لوحدها ومش عارفه هتعمل ايه بعد كده، وبيجي واحد من اللي كانوا شغالين عندها وبيقعد يتريق عليها بيقول لها انت واحده دلوقتي في الشارع ومالكيش لازمه خلاص. والراجل اللي اسمه اللحيه السوداء بيروح لها وبيقول لها احنا كنا بنسمع كلامك عشان اوكتاجو كان قوي بس دلوقتي نايم على السرير وجسمه كله متكسر، واللي ضربه لسه حته عيل صغير ما عندوش 15 سنه ومش عارف احنا كنا خايفين منه ليه. وفضل يستهزأ بيها والبنت خلاص جابت اخرها ومش عارفه تعمل ايه، وبتروح ساعتها لاوكتاجو وبتبص له وبتلاقيه نايم على السرير ومش قادر يتحرك، وبتفتكر ايام زمان لما كانوا بيروحوا هما الاثنين يعملوا
يعملوا المهمات بتاعتهم. كان مغرور جدا، وكل لما بتيجي تساعده كان بيقول لها مش عاوز المساعده بتاعتك، وبيروح يخلص المهمه لوحده. وساعتها بتبص لاوكتاجو وبتقول انا عارفه ان انت قوي، قوم يلا قوم يلا انا معتمد عليك، واوعى تسيبني وتمشي يا اوكتاجو، انا ماليش حد غيرك. وبتسيبه وبتروح بيتها. واول لما بتروح في عصابه بتهجم عليه وبياخدوه معاهم وبيمشوا. وواحد من اللي كانوا هناك بيتصل بيها وبيقول لها في عصابه جت وخطفت اوكتاجو. وهي اول لما بتسمع بتروح جري على هناك وبتروح المخزن وبتجمع كل الاسلحه بتاعتها وبتطلب من عصابه السحليه ان هم يساعدوها. بس هم بيقولوا لها لا، اعتبريه مات وخلاص، هو كده كده مش هينفع تاني، وحتى لو رحت هناك كده كده هتموتي ومش هتعرفي تعملي حاجه. البنت بتقول لهم وايه يعني، انا كده كده مش هسيبه مهما حصل، وحتى لو رفضته انا هروح وانقذه لوحدي. وبتسيبهم وبتمشي. والعصابه بيقول لها بالسلامه، ما دام عاوزه تموتي روحي لوحدك. بعدها بتوصل للمكان اللي العصابه موجوده فيه وبترمي عليهم قنابل بتفجرهم وبتخش عليهم بالرصاص وبتصيبهم وبتستخبى وبتكمل الهجوم بتاعها. وبعد كده بتبص لواحد وبتخلص عليه، بس في واحد بيجي من فوق وبيهجم عليها وخلاص هيقتلها، بس على طول بتضرب عليه وبتقتله، بس انصابت في رجليها وبتقول خلاص انا كده كده مش هعرف. بس بتفتكر اوكتاجو وبتفتكر كل لحظاتها معاه وبتقوم وبتهجم عليهم بكل غباء. بس ده كان فعلا غباء يا صديقي، عشان هي لوحدها وقدامها عصابه. بتاخد طلقه في صدرها وتقع على الارض وخلاص شكلها دي النهايه. واحد من العصابه بيتقدم وخلاص هيقتلها، بس فجاه هو اللي اتقتل. ايوه السحليه واصحابه وصلوا للمكان وبيبداوا المذبحه حرفيا، بيطلعوا على العصابه وبيبداوا تقتيل فيهم واحد ورا التاني ومفيش حد بيقف قدامهم. يوكا اول لما بتشوف العصابه خلاص ماتوا بتسيبهم وبتمشي وبتروح على اوكتاجو وبتوصل عنده وبتنادى عليه. وساعتها بيفتح عينيه ويبص لها وبيعرف ان هي جت عشان تنقذه وضحت بنفسها عشانه وبيشكرها على مساعدتها ويقول لها انا اسف عشان عملت فيكي كده. بس هي بتقول له ولا يهمك عادي، المره الجايه عليك. وبنروح لايتوشي وبيكون خلاص اتعالج من الاصابه بتاعته، بس بيكون في دماغه حاجه واحده بس، هي اوزومي ازاي ينقذها من حكم الاعدام بتاعها. وبيفتح الباب وساعتها بيتفاجئ بيلاقي جميع اعضاء المنظمه بيعاملوها كويس وجايبين لها هدايا ومظبطينها على الاخر. ده حتى المعلم مامبو جاي بنفسه وجايب لها كل الهدايا اللي هي بتحبها. ايتوشي بيتفاجئ وبيقول ازاي هم عملوها ولا ايه، هيخليها تنضم للمنظمه معانا. وساعتها بيجي القائد وكلهم بيطلبوا منه ان هو ما يسلمهاش، بس الزعيم بيرفض طلبهم وبيقول لهم دي كانت شغاله مع المافيا قبل كده واحنا مش عارفين عنها حاجه، وغير كده انا مش هسمح ان حد يعرف مكاننا ويهجموا علينا ويدمروا المكان، ويا عالم مين اللي هيموت ساعتها. البنت ساعتها بتزعل وبتبص للزعيم وبتقول له انا عاوز انضم ليكم، انا طول عمري كنت عايش ان انا بقتل في الناس، عاوز اعمل حاجه واحده صح في حياتي، نفسي اكفر عن كل اللي عملته واستخدم قوتي وانقذ بقى الناس، دي امنيتي الوحيده، وارجوك خليني ابقى معاكم وما تسيبونيش لوحدي. وساعتها الزعيم قلبه بيحن وبيوافق ان هو يضمها والكل بيتجمعوا وبيكونوا مبسوطين. وبنشوفهم وهم واقفين في شرطي بيخش عليهم ودوت اللي بيجيب لهم المهمات عشان يحققوا فيها، ووقف قدامهم وقال لهم عندنا مهمه جديده للمنظمه والمطلوب ان انتوا تتحركوا بسرعه. وساعتها تاكيدا عرف كل التفاصيل وقال لهم روح مكان الجريمه وحاولوا تجمعوا الادله وبلغونا على طول. فقالوا له تمام ومشوا بعد كده. واول لما وصلوا هناك العيال كانت مذهوله جدا وبيقولوا ازاي دوت حصل. بنشوف العربيه متكسره بجدار عالي قوي والجدار متدمر على الاخر. وساعتها بصوا لبعض وقالوا هي ازاي خبطت هناك كده، هي الدنيا حصل لها ايه، هي العربيات بقت تطير كمان ولا ايه. وواحد من الناس اللي كانوا واقفين عرف ان كينزو تبع المنظمه وقرب منه بسرعه وقال له انا عارف العربيه ديت طلعت هناك كده ازاي. وبدا يحكي له ان في عصابه في المنطقه ديت ومشهوره انها بتعمل اسمده، بس مش اي اسمده يا صديقي، لا دي اسمده نيتروجينيه واللي بيستخدموها في صنع القنابل. وطالما ان العربيه طارت المسافه دي كلها وكل اللي جواها ماتوا يبقى اكيد هم اللي عملوا كده. كينزو قال له تمام شكرا ليك وانا هروح اسالهم بنفسي. ايتوش انصدم وقال له تسال مين، اكيد مش هيقولوا هم اللي عملوا كده. بس كينزو بص له وقال له الحقيقه هتبان قدامك دلوقتي ومالكش دعوه باي حاجه. والمهم راحوا هناك عند العصابه وايتوشي كان خايف ومرعوب، اما كينزو كان واقف قدامهم ولا همه اي حاجه وقال لهم انا تبع المنظمه وجيت اسالكم عن الجريمه اللي حصلت ديت، هو انتوا اللي فجرتوا العربيه وقتلتوا الناس اللي جواها؟ فالعصابه قالت له لا احنا ما نعرفش اي حاجه عن الموضوع دوت. ساعتها بص لهم وقال لهم تمام شكرا ليكم وانا اسف على الازعاج ويلا يا ايتوشي نمشي من هنا. الناس كلها بصت لبعض وحسوا ان في حاجه غلط بس مش عارفين هي ايه. واول لما طلعوا ايتوشي بيقول له كان باين عليهم ان هم بيكذبوا واكيد هم اللي قتلوهم، انت صدقتهم ازاي بالسرعه ديت؟ بس كينزو بص له وقال له هو انت مستعجل على ايه، كل حاجه هتبان لوحدها. وفجاه وهم بيتكلموا العصابه طلعت عليهم من كل حته وفي واحد اتقدم وقال لهم طالما انتم مشيتوا بالسرعه ديت يبقى اكيد معاكم دليل يثبت ان احنا اللي عملنا كده، بس للاسف انتوا هتموتوا دلوقتي. كينزو ساعتها بص لاوتوشي وقال له مش قلت لك يا عم ان الحقيقه هتبان لوحدها؟ وبعدين بص على العصابه وقال لهم شكرا ليكم ان انتوا جيتوا عندنا واعترفتوا بالجرائم بتاعتكم وانا بجد ممتن ليكم. ولسه ما كملش كلامه هوبا
ضربه في راسه خلته يقع على الارض. ايتوشي كان واقف لوحده ومرعوب وقال يا حلاوه دول كلهم عاوزين يموتوني. بس ساعتها كينزو قام تاني والكل كان مصدوم، ازاي قدر يقوم بعد الضربه ديت. بس كينزو مسح الدم اللي عليه وقال بقى كده شكل الذوق مش جايب معاكم نتيجه، تمام انا هعلمكم الادب دلوقتي. وهوبا شال العربيه اللي جنبه وضرب عليهم بكل قوته ونزل عليهم ضرب بكل غباء وخلص عليهم على طول. ايتوشي كان واقف ومش مصدق نفسه وقال ايه الجمدان ده كله يا ابني، هو انت كنت مخبي ده كله فين؟ وبعدين ايتوشي اتصل على تاكيدا وقال له على كل اللي حصل وقال لهم تمام تعالوا يلا على هنا. والمهم رجعوا تاني بس كلهم اتفاجئوا عشان ده كان رجع وقالوا له هو انت كنت فين الفتره دي كلها ولا تكون بتحاول تموت نفسك تاني ولا ايه؟ بس ده قال لهم لا انا عرفت مين اللي حط المكافاه على النمر وكل المعلومات بقت معايا في الفلاشه ديت. ايتوشي قال له هم مين؟ ده رد عليه وقال له النقابه اللي بتضم اخطر مستعملي قدرات في العالم. ولسه ما بيكملش كلامه سمعوا صوت طياره نازله عليهم ونزلت في نص الطريق وما كانش في حد هممهم وطلع منهم 3 اشخاص وبص على اصحابنا ودخلوا على قائد اكازاوا والزعيم بتاعهم كان اسمه فرانسيس وقعد يتكلم شويه عن نفسه بس كان عاوز يقول لهم ان هم اقوياء جدا ومحدش يقدر يقف قصادهم. بس القائد ما كانش في باله الكلام ده كله وقال له لخص يلا وقول انت عاوز ايه. فرانسيس طلع شنطه الفلوس من جنبه وقال له شايف شنطه الفلوس دي كلها خدها بس المقابل ان انا هكون مدير منظمه، يعني كل حاجه هتعملوها واي قرار هتاخدوه هيكون باذن من دلوقتي. وكان عاوز يعمل كده عشان ما حدش يقدر يوقف الجرائم اللي هو ناوي يعملها. بس القائد مسك نفسه بالعافيه وقال له لا انا مش هعمل كده. بس فرانسيس طلع الساعه بتاعته وقال له طب خد دي كمان انا كده كرمك على الاخر. القائد اتعصب عليه تاني وقال له انا رفضت طلبك مره ومش عاوز اعيد كلامي تاني يلا امشي من هنا. فرانسيس اتعصب هو كمان وقام وقال له اللي مش بعرف اخده بالذوق بجيبه بالعافيه وخلي بالك انت واصحابك عشان اللي جاي دمار وانت واقف في وسط النار. وسابه ومشي. كينزو راح معاهم عشان يوصلهم ولما ركبوا الاسانسير نزلوا تحت بس اول لما نزلوا كينزو ما كانش موجود. هو ايه اللي بيحصل بالظبط وشكل في حاجه مش مظبوطه يا صاحبي. وبعدها بنشوف اعضاء المنظمه وهم واقفين وبيعرفوا ان كينزو اختفى وما ظهرش بعد ما راح معاهم. وكمان سمعوا في التلفزيون ان في ناس كتير اختفت من المدينه ومحدش عارف هم راحوا فين. القائد قال لهم انت هتاخدوا اجازه دلوقتي عشان محدش فيكم يحصل له اي حاجه، روحوا وارتاحوا ولو احتجت لحد فيكم هقول له على طول. تاني وايتوشي والنومي طلعوا يتمشوا في الشوارع وكانوا بيتكلموا عن القضيه وازاي الناس دي كلها اختفت. بس فجاه وهم واقفين نومي اختفت هي كمان وتاني طلع يجري ويدور عليها. وساعتها لاحظ ان في واحده واقفه ومختلفه عن الناس كلهم وعرف ان البنت دي كانت مع فرانسيس قبل كده وهجم عليها بسرعه. بس في لمح البصر هو واللي كانوا معاه راحوا لبعد تاني ومحدش كان فاهم حاجه. والبنت ساعتها بتضحك وتقول لهم اهلا بيكم في العالم بتاعي، كل اللي اختفوا موجودين هنا. وبتشاور على الباب البعيد اللي هناك وبتقول لهم لو عاوزين تنقذوهم لازم تلعبوا لعبه ولو كسبتم همشيكم كلكم بس لو خسرتم هتتحبسوا زيهم ولو محدش عاجبه الكلام دوت يمشي الباب وراه هو بس لو مشيتوا هتنسوا كل اللي حصل هنا. وايتوشي بيتعصب عليها وبيقول لها طلعيهم بسرعه. بس فجاه في دميه بتظهر والكل بيخاف وبيطلع يجري ومحدش كان قادر عليها. وساعتها بيبقى 3 وهو اوتوشي وتاني والراجل العجوز. لوسي بتقول لهم حلو كده اللعبه هيبدا معاكم انتوا ال3 والمفتاح اهوت لو حد قدر يفتح الباب هيكسب اللعبه وكل اللي جوه هيمشوا هم كمان. فقالوا لها تمام وبعد كده بدات اللعبه ويا دوبك بتبدا في دميه بتيجي وبتخطف تاني وبترميه في الاوضه جنب الناس المخطوفه. واوتوشي كان واقف مرعوب بس الدميه بتهجم عليه وفي اخر لحظه بيلف جسمه وبيستخدم قوته بس هي ما بتسكتش وبتهجم عليه تاني وتالت. بس اوتوشي كان بيتفادى الهجمات بتاعتها وبدا يرمي عليها الهدايا اللي موجوده وطلع يجري على الباب وكان لسه هيفتحه. بس المفاجاه ان المفتاح نفسه هجم عليه وضربه في وشه وقع على الارض. وبنعرف ان دوت مفتاح سحري ومش مفتاح عادي خالص. والواد انصدم وعرف ان اللعبه ديت مفيش حد بيفوز فيها وكل اللي بيخش هنا بيخسر على طول وهي اللي عملت كده عشان تخطف كل اعضاء المنظمه. وساعتها بيقول انا لازم اروح لدازاي واقول له على كل حاجه وهو اللي يعرف يتعامل معاهم. بس الراجل العجوز وقفه وقال له هو انت نسيت القوانين ولا ايه؟ اي حد هيمشي من هنا هينسى كل حاجه ومش هتعرف تقول لاي حد بره والحل الوحيد ان انت توقفها وما تخافش انا عندي خطه ليك. واداله حبل وعرفه الخطه بتاعته وقال له انا كده عملت اللي عليا. ايتوشي اخد الحبل وهجم عليها بكل قوته. بس فجاه في دميه ثانيه بتظهر ولوسي بتضحك وتقول له هو انت مفكر ان انت هتمشي من هنا؟ يلا على الحبس زي اخواتك. وساعتها بتبص على الراجل العجوز وبتقول له انا هسيبك تمشي عشان انا قبضت على النمر. بس وقتها الراجل هالته بتزيد ويبص لها بصه واحده بيثبتها مكانها وبيقول لها هو انت مفكره ان انت حبست النمر؟ طب بص على الباب كده. وبتنصدم لما بتلاقي الباب المقفول كان صاب هو اللي عامله واوتوشي كان ماسك في الباب ولسه ما اتحبس. واوتوشي بيقول لها مالك خايفه من ايه؟ ده انا هوريكي دلوقتي. وبيظهر الحبل اللي اخده من الراجل وكان رابطها بالحبل وبيشدها ليه وبيقفوا على الباب سوا وبيقول لها انا مش عارف ايه اللي هيحصل دلوقتي ويا ترى لو دخلت انا وانتي هنفضل محبوسين ولا ايه بالظبط، بس يلا بينا وتعالي لما نشوف ايه اللي هيحصل. وبيفك ايديه وبيخش هما الاثنين سوا ووقتها القدره بتاعتها بتختفي وبيرجعوا كلهم للواقع وكل الناس اللي
مخطوفه بتظهر هي كمان، وساعتها اللعبه بتخلص واوتوشي بيفوق بس بيشوف لوسي وهي بتهرب منه، ووقتها اوزما بتجيله وتقول له وانت كنت فين ده كله؟ انا كنت قلقان عليك على الاخر. والراجل العجوز بيلاقي بنته وبيسيبهم وبيمشي، بس انت اكيد ملاحظ ان الراجل دوت مش سهل برضك. ايوه كده بتفهم يا صديقي، دوت هو زعيم المافيا واللي مشغل عنده كل الناس دي كلها، والكل بيعمل له الف حساب ومش عارفين هو يعمل ايه، والدنيا ولعت على الاخر. واوتوشي اخد اوزومي وقعدوا مع بعض، ولاحظ التليفون اللي بيتحكم في قوتها لسه معاها، وسالها هي ازاي قوتك بتشتغل وليه لازم تسمع اوامر عشان تفعليها. فقالت له ان الشيطان اللي عندها مش بتتفعل الا لما حد يرن عليها. والتليفون ده كان اخر مره مع مين؟ ايوه مع اوكتافيو. بس فجاه وهما بيتكلموا التليفون بيشتغل وفي حد بيرن عليها وبيقول لها اقتلي الواد اللي جنبك، والشيطانه بتظهر على طول وبتضرب اوتوشي وبتصيبه اصابه خطيره. هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ وبنشوف واحده اسمها ميساكي وبتكون عضوه في المافيا وبتروح على اوتوشي وبتضرب فيه وبتقول له اوزومي تبع المنظمه وانت مالكش علاقه بيها وانا هاخدها دلوقتي. اوتوشي كان بيحاول يمنعها ان هي تاخد اوزومي وبيزهق على الاخر وبيفعل كل قوته، بس في شيطانه ثانيه بتظهر وبتدي له واحده بتطيره، وكمان واحده بتقطع صدره نصين وبتضربه في الجدار. والواد كان جايب اخره ومش عارف يعمل اي حاجه، وخلاص شكلها دي النهايه. بس اوزومي وقفت ميساكي وقالت لها سيبيه سيبيه وما تعمليش ليه اي حاجه، وانا هاجي معاكي دلوقتي وهسمع كلامك على طول. وفعلا بتسيبه وبتمشي، بس هما ماشيين اوزوما بتحاول تقتلها بس مساكي بتاخد بالها وبتوقف الضرب على طول. وفي اللحظه ديت اوزوما بتاخد التليفون بتاعها وبتبعد عنها على طول، وبكده هي تعرف تفعل قوتها وتتحكم في الشيطان بتاعها وبتديله الاوامر عشان تهجم عليها. والشياطين هما الاثنين بيهجموا على بعض، بس مساكي بتروح لها وتقول لها هو انت نسيتي اصلك ولا ايه؟ نسيتي كل الجرائم اللي انت عملتيها؟ ده انت اللي قتلت ابوك وامك. والبنت بتفتكر كل حاجه ومش عارفه ترد عليها ولا تعمل اي حاجه. واوتوشي كان بيحاول يمنعها ان هي تمشي بس خلاص سابته ومشيت، واتباع ميساكي بيحضرهم هما كمان وخلاص هيمشوا. وفجاه في عربيه اتحدفت عليهم، وايوه كده وصل هو وكينزو وبيروح على اوتوشي وبيطمنوا عليه وبيعرفوا كل اللي حصل وبيستعدوا عشان يواجهوهم. بس في اللحظه ديت في اتنين من اقوى اعضاء النقابه بيوصلوا وقالوا لهم احنا اتباع فرانسيس، تحب تقول اي حاجه قبل ما تموتوا؟ وهوبا اربعه كمان بيوصلوا وبقوا سته من اقوى مستعملي القدرات في العالم موجودين. ويا حلاوه الدنيا ولعت على الاخر والكل خايف ومش عارفين هم يعملوا ايه، وساعتها بيهجموا عليهم. بس انتوا بتعملوا ايه بالظبط؟ وفي اقل من ثانيه كلهم بيقعوا على الارض مكسرين، تاكيدا واوتوشي وكينزو وكل اللي موجودين بيقعوا على الارض، والسته دول بيسيبوا المكان ويمشوا ولا كانهم عاملين اي حاجه. بس على طول كيجي بتتدخل وبتنقذهم في اخر لحظه، والزعيم اكازاوا بيحضر هو كمان وبيكون متعصب على الاخر وبيسيبهم ويطلع بره وبيتصل على تاكيدا ويقول له المكان اللي احنا فيه دلوقتي خطر علينا، عشان كده عاوزك تنتقل لمكان تاني انت وبقيه الاعضاء، وبكده محدش هيعرف مكاننا ويهجم علينا تاني. وفجاه وهو بيتكلم في ناس بتظهر وبيهجموا عليه، وساعتها بيقفل مع تاكيدا وبيقف لهم. واوتوشي بيقول لتاكيدا هو ايه اللي حصل بالظبط، فبيقول له في ناس بتهجم على الزعيم. فالواد بيتخض وبيقول له ما يلا نروح نساعده، بس تاكيدا بيطمنه ويقول له ما تخافش الزعيم هيخلص عليهم في ثواني. وفعلا الزعيم بيخلص عليهم ومحدش كان عارف يقف قصاده، وبيروح لواحد فيهم وبيعرف ان هم تبع المافيا وعاوزين يعرفوا مكان حبس ميساكي. وساعتها بيكونوا عرفوا مكانها وبيكونوا حاطين ماده على ايد الناس اللي هجموا عليهم، ومن خلالها قدروا يعرفوا مكانها. وزعيم المافيا بيتصل على واحد وبيقول له انا خلاص حددت مكانهم ودلوقتي الدور بقى عليك، وبيقفل معاه. وفعلا لما كان اكازاوا وبقيه الاعضاء بيحاولوا يعملوا خطه عشان يوقفوا بقى الناس ديت، القمار بتكتشف ان في واحد بيهجم عليهم، وكل لما يتقدم شويه القمار بتفصل لوحدها. واكازاوا ساعتها بيتضايق وبيقول لكيجي وكينزو روحوا اقتلوه على طول وما تخافوش من حاجه، انا هراقبكم من هنا ولو حصل اي حاجه انا هتدخل. فبيقولوا له تمام وبيمشوا ويسيبوه. وفعلا بيروحوا لهناك، والواد اول لما بيشوفهم بيقول لهم هو اكازاوا مستقل بيا ولا ايه؟ بعت لي اتنين زيكم ومفكر ان هو كده هيوقفني. كيجي بتتضايق منه وبتقول له هنشوف مين اللي هيوقفك دلوقتي، وبتهجم عليه بكل قوتها بس هو بيتفادى الهجمه بتاعتها. وكنزو هو كمان بيخلع عدو القط وبيحاول يصيبه، بس برضك بيتفادى الهجمه بتاعته وبيهجم عليه برجليه وبيطيره. ووقتها اكازاوا بيتدخل وبيتكلم معاه وبيقول له عاش عليك، هي المافيا بعتاك عشان تعطلنا وتعملوا اللي انتوا عاوزين تعملوه، قول لنا بقى انتوا ناويين على ايه والا هتموت دلوقتي. الواد ساعتها بيضحك ويقول له انتوا كده كده مش هتعرفوا تعملوا حاجه، فعشان كده انا هقول لكم على كل حاجه. انا بلغت اتنين من رجاله النقابه بمكان اتنين من المنظمه بتاعتكم وهم دلوقتي في طريقهم هناك وهيقتلوهم على طول، وبعد كده ده زي واوتوشي هيروحوا عشان يساعدوهم، بس اول لما يوصلوا هناك رجالتنا هتظهر وتساعد النقابه وتقتلهم على طول، وبكده هنكون قتلنا اقوى ناس عندك. وقول لي بقى يا اكازاوا وريني هتعمل ايه. اكازاوا بيقلق من اللي سمعه وبيبلغ كل الاعضاء باللي حصل وبيقول لهم اهربوا من المكان بسرعه. وفعلا نومي والبنت اللي معاها بياخدوا العربيه بتاعتهم وبيهربوا على طول، بس اعضاء النقابه بيوصلوا هما كمان، والواد دوت بيحط بذره في رقبته
وبيطلع منها جذور كتيره جدا وبتربطه بالغابه، وبيكون هما الاتنين حته واحده، ومن خلالها بيشوف كل حاجه وبيعرف مكان البنات اللي هناك وبيثبتهم بالشجر وبيرفعهم في الهواء وبيفضل يستهزأ بيهم، والبنات مش عارفه تعمل اي حاجه، والواد بيجهز كل قوته وخلاص هيقتلهم. بس انت متخيل ان هم هيموتوا؟ لا والله، فجاه بيظهر تكيده وبيدي ايجاد واحده والتانيه بيقطع الجذور اللي حواليهم، والتاني هو كمان بيروح يساعد البنات وبيطلعهم وبيخليهم يهربوا، وتكيده بيقف قصاد الواد وبيقول له وبيجهز نفسه عشان يقتله، بس الواد بيهجم عليه وبيوقع المسدس من ايديه، بس تكيده بيفعل قوته وبيطلع مسدس جديد وخلاص هيموته. بس فجاه الواد التاني اللي معاه واسمه رينو بيفوق بيفعل كل قوته وما بقاش يتاثر بالرصاص، وبيطلع له دراعات غريبه جدا وبيمسك تكيده وتاني وبيعلقهم في الهواء، والواد ساعتها بيتواصل مع الغابه وبيقدر يحدد مكان نومي والبنت اللي معاها، وبيقول للتاني انا مسكت حبيبتك دلوقتي وعاوزك تفكر في كده انا هعمل فيها ايه. ووقتها تاني بيتعصب عليه وبيشوف عربيه جايه ناحيتهم وبيفعل قوته وبيعمل وهم للسواق وبيخليه يضربهم، وفي اللحظه ديت تكيده وتاني بيستغلوا الفرصه وبيهربوا وبيروحوا يشوفوا بقيه الاعضاء، وبنات هما كمان بيقدروا يهربوا من الغابه وبيركبوا القطر وبيروحوا للمحطه عشان يقابلوا دازاي واوتوشي، وفعلا كانوا قاعدين مستنيينهم، ودازاي بيحس ان في حد بيراقبه بيقول لاوتوشي خليك هنا انا هرجع لك على طول، وبيروح لمكان فاضي وبيقول انا عارف ان في حد بيراقبني اظهر يلا بسرعه، وساعتها في بنت بتظهر من وراه وبتثبته بالسلاح بتاعها، ويوكي بتظهر هي كمان، ودازاي بيضحك وبيقول لهم ايه اللي جابكم هنا، بس يوكي بتقول له انا جايبه لك عرض من القائد ارجع انضم لينا تاني وبقى المدير التنفيذي زي زمان، ودازاي بيسالها هو ايه اللي يخليه يضمني بعد ما طردني، فبتقول له القائد عاوز يحميك عشان في حد ناوي يقتل اعضاء المنظمه وهو مش عاوزك تموت معاهم، فدازاي بينصدم وبيقول لها مين، فبتقول له كيوي، فبينصدم اكتر وبيقول لها هي فين دلوقتي، فبتقول له اكيد راحت على ايتوشي، وفعلا كيوي بتروح لهم هناك وبتبدا تتحكم في عقل نومي والبنت اللي معاها وبتخليهم يهجموا على ايتوشي، والواد مش فاهم حاجه ومش عارف يعمل ايه وخايف عليهم ان هو يصيبهم، بس بيبدا يتعصب من اللي بيعملوه وكان هيقتلهم بايديه، بس المفاجاه ان كيوي كان بتتحكم فيه هو وبتخليه يهجم على اصحابه، وفي اخر لحظه ده زي بيوصل ويوقفه وبيحرروا من السيطره بتاعتها، وبعدها بيحاول يدور على كيوي بس بيشوفها وهي بتهرب من القطر، وايتوشي كان متضايق وزعلان ان هو كان هيقتل اصحابه، بس ده زي بيقرب منه بيقول له مش وقته دلوقتي استرجل يلا عشان في مسؤوليه ولازم تتحملها، وبيكون عاوز يروح لواحد صاحبه في الشرطه عشان يساعده يلاقي اوزومي وبيقول لايتوشي يستناه هنا، وفعلا بيروح له وبيتكلم معاه، وفي نفس الوقت وايتوشي كان واقف مستنيه فجاه بتظهر عربيه بتخبطه وبيظهر فرانسيس وبيضربه بسهوله وبيقول له ان القوه بتاعته مطلوبه وهو عاوز ياخدها منه دلوقتي، بس فجاه اوزومي بتظهر وبتهجم عليه بسرعه وبتنقذ ايتوشي منه وبيهربوا مع بعض، وبعدها بيروحوا لمكان هادي عشان يعالجوا اصاباته، وهم قاعدين ايتوشي بيسالها هو انت كنت فين طول الفتره دي كلها، فبتقول له انا رجعت للقريه بتاعتي القديمه ورغم ان هي متدمره ومفيش حد عايش فيها بس دي كانت احسن مكان استخبى فيه، وفجاه وهما بيتكلموا في عربيه شرطه بتقف قصادهم واوزومي بتروح لهم بسرعه وبتكون عاوزاهم يساعدوها ويوصلوها للمدينه عشان تعالج اصابات اوتوس بسرعه، بس هما واقفين في بلاغ بيجي للظابط ان في بنت لابسه هدوم يابانيه وعندها 14 سنه، والظابط بيشك فيها وبيطلع سلاحه بس اوزومي بتاخد بالها وبتمنعه، واوتوسي ساعتها بيتدخل وبيقول لها يلا عشان نمشي من هنا، وهما ماشيين بيتفاجئوا ان فرانسيس وقف قدامهم وبيستهزئ بيهم وبيقول لهم ان هو لازم ياخد اوتوشي معاه، وقبل ما يتحركوا بيقتل اوتوشي طلقه في دماغه وبيوقع على الارض، واوزومي هي كمان بتصفي دراعها ومش عارفه تتحرك وبيقول لها هو انت مفكره ان انت تعرفي توقفيني، والبنت بتعيط ومش عارفه تقول له حاجه، وساعتها بيسيبوها ويمشوا قدام عينيها، وبعدها الشرطه بتيجي وبتقبض على اوزومي، وفي جانب تاني اعضاء النقابه بيختفوا كيوي وبيوصلوها بكل شجر المدينه، وبكده اي حد هيلمس شجره هيتصاب باللعنه بتاعتها، وفرانسيس بيكون اخد اوتوشي في الطياره وبيقول له ان هو مش عاوز يقتله بل بالعكس هو اكتر واحد عاوزه عايش، واهم حاجه بالنسبه له هي القوه بتاعته، وبيقول له ان قوه النم بتاعته مميزه جدا وهو عاوز يستخدمها، بس المفاجاه الاكبر ان المدينه كلها بقت ملعونه وكل الناس بدات تفقد وعيها، واوتوشي كان خايف على الاخر وبيحاول يقنع فرانسيس ان هو يوقف اللي بيعمله بس هو بيرفض، وفعلا اللعنه بتتفعل والمدينه كلها بتنهار والناس كلها بتبدا تتحول لزومبي، واوتوشي كان متجنن ومش قادر يمسك نفسه، وساعتها لوسف تظهر له وبتقول له حلو الاحساس دوت لما تبقى مش قادر تنقذ اي حد قدامك، اوتوشي بيعيط وبيقول لها ساعديني ساعديني بسرعه انا حاسس بيكي وعارف ان انت بتعملي كده غصب عنك، بس هي بتقول له لا انت ما تعرفش ايه اللي حصل فيا عشان ابقى كده، وبتوريه الجروح بتاعتها بس هو كمان بيكشف قميصه وبيوريها الجروح بتاعته هو كمان، وبيقول لها انا اكتر واحد حاسس بيكي، وفعلا بيقدر يقنعها ان هي تساعده، وساعتها بتفتح له باب من الطياره وبتديله مظله وتقول له روح انقذ المدينه، بس قبل ما ينط بتقول له ما تنساش ترجع تنقذني تاني، فبيقول لها تمام وبينط من الطياره، وساعتها الانذارات بتشتغل وفرانسيس بيتعصب على الاخر وبيأمر ان هم
يقتلوه وبيبداوا يضربوا عليه من كل حته، وفعلا في رصاصه بتيجي في المظله وبتدمرها وخلاص كده هيقع على الارض. بس فجاه قوه النمر بتاعته بتظهر وبيروح لها ويقول لها ساعديني المره ديت واديني كل قوتك، وفعلا بتديله قوتها الكامله وبينزل على الارض نزله اسطوريه وبيعالج نفسه وبيبدا يقتل فيهم. بس هما مش سايبينه في حاله وبيضرب عليه في كل حته، وهو بيحاول يهرب باي طريقه وبيكون خلاص مش قادر وخلاص شكلها دي النهايه. بس في اخر لحظه ده زي بيوصل وبيساعده وبيوقف اللعنه عن طريق الدميه، وبكده بينقذ المدينه كلها. حكايتنا بتبدا في مدينه يابانيه والدنيا كانت هاديه على الاخر، كل حاجه طبيعيه والناس ماشيه في حالها. بس فجاه الدنيا ولعت وكايزو ظهر في وسط المدينه وبيحرق وبيكسر كل حاجه، والناس عماله تجري وبتصرخ في كل مكان، والشرطه ساعتها دخلت على طول وبدات تضرب عليه صواريخ بس من غير اي فايده. الوحش واقف ولا كأن حاجه بتحصل له ومحدش قادر عليه ومش عارفين يعملوا له حاجه، وشكلها دي النهايه. بس في اللحظه ديت في طياره بتظهر وبتنزل منها بنت ماسكه السلاح بتاعها ومعاها الفريق بتاعها، وبدا يهجموا على الوحش ضربات سريعه جدا ومنظمه، وهوبا الوحش بدا يتاثر، وساعتها البنت بتستغل الفرصه وبتسحب السلاح بتاعها، وهوبا ضربه واحده دمرته. نعم انها العظمه يا ساده. الناس كلها كانت فرحانه والكل كان بيهتف للفايلق دوت. بس من ناحيه تانيه بقى بنشوف واحد واقف لوحده وكان زعلان ومتضايق جدا، وهو ده عمنا هينو. كان بيبص للناس وهم بيحتفلوا بيهم وبيقول لهم طب احنا برضك المفروض تحتفلوا بينا زيهم، مش احنا اللي بننظف ده كله؟ ولا هم عشان بيقتلوا في الوحوش يبقوا هم بس الابطال؟ وبعدها عمنا هينو راح مكان جثه الكايزو وبدا يقطع فيه عشان المكان يرجع زي ما كان، والوقت كان بيعدي بسرعه والليل جه وكل واحد رجع بيته. هينو رجع تعبان ورمى نفسه على السرير وفتح التلفزيون، والنصر كانت بتتكلم عن الانجاز العظيم اللي عمله الفايلق النهارده، وعلى راسهم مينا بطله المدينه اللي دمرت الوحش بضربه واحده من سلاحها. هينو سمع الكلام دوت وقفل التلفزيون على طول، وبنشوف هينو ومينا لما كانوا صغيرين كانوا اصحاب وكانوا دايما مع بعض، وكان بيطمنها دايما ويقول لها ما تقلقيش من حاجه يا مينا، انا هفضل معاكي ولو اي حد ضايقك انا هزعله. بس في يوم من الايام الوحوش ديت هجمت على المدينه ومعظم الناس اتقتلوا بصوره بشعه جدا، وهما الاثنين قدروا يهربوا من المدينه وقعدوا زعلانين على اللي حصل لهم، وكان جواهم حزن وغضب من الوحوش ديت يكفي ان هو يدمر العالم كله. وفي اللحظه ديت وعدوا بعض ان هما لما يكبروا هينضموا هما الاثنين لفايلق قطعه الكايزو وهيبيدوهم ومش هيخلفهم واحد عايش. بس دلوقتي مين حققت حلمها خلاص، بس صاحبنا فشل زي ما هو، وكل مره كان بيقدم في الفايلق كان بيترفض على طول عشان قوته البدنيه ضعيفه، وسنه ورا سنه خلاص صاحبنا فقد الامل ان هو يحقق حلمه وينفذ وعده، وخلاص ما بقاش في اي حاجه في ايديه. وتاني يوم هينو راح يكمل شغله وقابل زمايله ولقى واحد جديد انضم ليهم واسمه اسكاوا. الكل كان بيضحك عليه وبيقولوا لهينو الحق في واحد زيك انضم لينا من اول يوم بيقول نفس كلامك قبل كده ان هو هيبقى عضو في فرقه الدفاع عن المدينه. هينو ساعتها زعل بس ما ردش عليهم وفضل ساكت، بس اسكاوا قال لهم على فكره انا مش هستسلم ابدا، يضحكوا زي ما تضحكوا بس انا عندي حلم واحققه مهما حصل. هينو لما سمع الكلام دوت فرح وحس ان في واحد زيه مؤمن بالحلم بتاعه وقال له تعالى معايا، وبدأ يساعده في الشغل ويعلمه كل حاجة يعرفها. وفعلا اليوم الأول لإشكاوا خلص وخلاص بعد الشغل كل واحد رجع بيته، بس إشكاوا رجع يتكلم مع هينو وقال له شكرا ليك على المساعدة بتاعتك النهاردة، بس بص له وهو زعلان منه وقال له يا صاحبي انت ليه مستسلم كده؟ انت كنت اكتر واحد متحمس ان انت تنضم لفرقة الدفاع ودلوقتي فقد الامل ليه؟ انا عاوز اقول لك حاجة قبل ما امشي، النقابة رفعت سن المتقدمين ل 32 سنة، يعني انت لسه قدامك فرصة عشان تنضم ليهم، وطبعا مش هقول لك انت المفروض تعمل ايه، بس اياك تستسلم يا صاحبي. وقتها هينو فرح وشكر على كلامه وتشجيعه ليه، بس فجأة وبدون اي مقدمات كايزو خطير طلع من تحت الارض وهجم على اشكاوا وكان خلاص هيقتله، بس في اللحظة ديت هينو اتدخل على طول وصرخ فيه وقال له اهرب يلا وروح بلغ قوة الدفاع ان في وحش ظهر في المدينة. اشكاوا ساعتها قال له طب انا لو مشيت اكيد الوحش دوت هيقتلك ومش هيسمع عليك. هينو ساعتها رد عليه وقال له لو فضلنا احنا الاثنين هنموت، اهرب انت وحقق حلمك وما تقلقش عليا. بس اشكاوا ما كانش عارف يعمل حاجة، بس هينو زعله وقال له انت لسه واقف يلا امشي من قدامي، وفعلا اشكاوا سمع كلامه وسابه ومشي. هينو ساعتها ما كانش قدامه حل ووقف قدام الوحش وقال له تعالى يلا انا هعلمك الادب النهارده، وبدا يلف بيه في كل حته والكايجو كان وراه ومش هيسيبه، ودخل بيت وفضل ماشي جواه ونط من الناحيه الثانيه، بس اول لما نزل لقى الوحش وراه وهوبا ضربه طيارته ولسه هيقوم واحده ثانيه كسرت رجليه، وخلاص الواد ما عادش قادر يتحرك وبص على رجليه المكسوره وعرف ان ديت لحظاته الاخيره وخلاص شكلها دي النهايه.
صديقي. الوحش ساعتها جمع كل قوته وهجم عليه وخلاص دخله جوه بقه وهياكله، بس في اخر لحظه اشكاوا اتدخل وادى للوحش ضربه بعدته عنه. هينو ساعتها انصدم وقال له انا مش قلت لك امشي من هنا ولا ايه؟ بس اشكاوا قال له ما تقلقش، انا بلغت قوه الدفاع باللي حصل وهما جايين في السكه دلوقتي، ويلا نلحق نهرب احنا الاثنين يا اما الوحش هياكلنا دلوقتي. بس الوحش اتعصب على الاخر وجمع كل قوته وهجم عليهم وخلاص كان هيقتلهم. بس انت متخيل ان هم هيموتوا؟ لا والله، هوبا دم ظهر وبعد الوحش عنهم، وفي اللحظه ديت مينا وسطت وبطلقه واحده خلصت عليه وهي اللي انقذتهم. بس لاحظت ان هينو مجروح بس ما عبرتهوش واتصلت بالاسعاف تيجي عشان تعالجه، وبعدها راحوا المستشفى وتعالجوا. هينو كان قاعد متضايق جدا من نفسه وبيفكر في النظره اللي بصتها له مينا قبل ما تمشي، وبيقول في نفسه هو انا هفضل فاشل لحد امتى؟ هفضل ضعيف ومستني اي حد يساعدني لحد امتى؟ طالما رفعوا سن التقديم ل 32 سنه فانا اكيد مش هستسلم وهقدم المره ديت وهبقى واحد منهم وهنفذ الوعد بتاعي وهقف جنب مينا في ساحه المعركه ومش هخليها تبص لي ببصه الاحتقار دي تاني. بس فجاه لقى كان غريب ظهر من العدم واقف وبيبص له ولسه هيتكلم الوحش دوت هجم عليه ودخل جسمه على طول. هينو كان عمال يصوت وحس بألم مش طبيعي وشكله بدأ يتغير، وساعتها اشكاوا بيبص له لقى صاحبه اتحول لكايزو. الواد كان بيصوت ومش مصدق ان دوت هينو، ايه اللي بيحصل بالظبط؟ ايه دوت وايه اللي حصل؟ وكان في راجل عجوز معدي بالصدفه وشاف هينو بالهيئه ديت. الراجل ساعتها خاف واتصل بالشرطه وهيئه الدفاع عشان يقتلوه. هينو ساعتها اترعب وواحد فاهم العجوز كل اللي بيحصل له، بس اول لما لمس الجدار كسر المكان كله. يا الهي ما هذا؟ ايه القوه دي كلها يا ابني؟ العجوز ساعتها اغمى عليه، وهينو واشكاوا ما كانوش مصدقين القوه دي كلها. وفي نفس الوقت الخبر وصل لقوه الدفاع ان في كايزو ظهر في نفس المستشفى اللي فيها هينو. مينا اول لما سمعت الكلام دوت خافت وقلقت على هينو وافتكرت الوعد اللي وعدوه سوا زمان، وعلى طول جمعت الفريق بتاعها وراحوا على هناك. وبنرجع لاشكاوا اللي كان بيبص لهينو وبيقول له ايه يا ابني انت جبت القوه دي كلها منين؟ الواد ساعتها بيحكي له كل حاجه وبيقول له والله يا عم انا مش فاهم اي حاجه، ازاي اصلا في وحش يخش جسمي ويحولني بالهيئه ديت؟ واكيد قوه الدفاع لو شافينه بالهيئه ديت مش هيصدقوا ان انا هينو وساعتها هيقتلوني ومش هكون وقفت جنب مينا، لا ده انا هكون ميت على ايديها. بس اشكاوا طمنه وقال له ما تقلقش يا عم، تعالى في منطقه محظوره هنخبي نفسنا فيها لغايه لما يمشوا. وقبل ما يخشوا هينو حس ان في حاجه غلط وقال له ان في حاجه قريبه مننا بس مش فوق، لا ده ماشي تحت الارض. وساعتها كايزو عملاق بيظهر في الشارع اللي جنبهم، وساعتها هينو بيقول له ده نفس الكايزو العملاق اللي قابلناه امبارح، يلا نلحق نروح هناك ممكن يكون في حد مصاب ولا حاجه. وبسبب الدمار اللي عمله الوحش كان في وقعت تحت الحطام وبنتها عماله تعيط وعاوزه تلحقها بس مش عارفه تعمل لها حاجه. والبنت وهي بتعيط الكايزو سمع صوتها وقرب منها عشان ياكلها، بس على مين؟ احنا معانا هينو ابن الجامدين. وساعتها وصل في الوقت المناسب وادى للوحش بوكس طياره من المكان بالكامل. ايوه هو ده الجمدان ولا بلاش. البنت اول لما شافته اترعبت اكتر من شكله. الواد حاول ما يخوفهاش بس البنت كانت مرعوبه، وساعتها سابها وشال الحطام اللي على جسم امها وقال للاشكاوا احميهم كويس عشان الضربه اللي جايه هستخدم فيها كل قوتي. اشكاوا سمع الكلام دوت وبعد عنه واستنى يشوف المجزره اللي هتحصل. هينو بص للوحش وقال له تعالى يالا انا هعرفك مقامك النهارده، وجمع كل قوته وهالته اتغيرت وملت المكان بالكامل. وساعتها ضرب الوحش بكل قوته وهوبا دمره بضربه واحده وخلى اشلاءه تطير في كل حته. ايوه انها العظمه يا ساده. وبعدها راح يطمن عليهم بس البنت الصغيره كانت لسه مرعوبه وبتقول له ابعد عني. الواد ساعتها زعل من كلامها وقال لها ما تقلقيش انا همشي اهوت. بس البنت حست بالغلط بتاعها ونادت عليه وقالت له شكرا ليك. الواد كان في قمه السعاده من كلامها وقال اخيرا حد قدرني، اخيرا حد حس بيا في العالم دوت وشكرني على حاجه انا عملتها. وطول لما هو ماشي كان بيتخيل نفسه واقف جنب مينا في ساحه المعركه وكل الناس بتهتف باسمه وكان فرحان على الاخر وشال القناع اللي على وشه وقال ديت هي البدايه بس انا هقضي على كل الوحوش اللي موجوده في العالم دوت. اشكاوا ساعتها بص له وقال له يا عم فكك من الكلام ده دلوقتي، يلا نهرب قبل ما مينا توصل وتقتلك. قوه الدفاع لو شافوك بالمنظر دوت اكيد مش هيرحموك. وفعلا العيال يا دوبك مشوا من هنا الفلا كان وصل ولقوا الكايزو مقتول واشلاء في كل حته ومش فاهمين ايه اللي حصل بالظبط. وساعتها بصوا على البنت الصغيره وقالوا لها مين اللي انقذك وقتل الوحش؟ بس البنت كانت خايفه جدا وما اتكلمتش وما قالتش اي حاجه. مينا راحت لها وقالت لها ما تقلقيش اوعدك ان انا هقتل كل الكايزو اللي موجودين ومش هخليهم يأذوا اي حد تاني. بس البنت اتعصبت من كلامها وقالت لها لا اوعديني ان انت مش هتأذي الكايزو الطيب اللي انقذني انا وامي. مينا ساعتها انصدمت من اللي سمعته ومش مصدقه هو ايه دوت. وفي نفس الوقت الاخبار انتشرت في المدينه كلها والراجل العجوز قال لهم على مواصفات الكايزو اللي شافه في المستشفى، وساعتها عرفوا ان كلام البنت صح واستنتجوا ان هو اللي قتل الوحش وهرب. والاخبار انتشرت ان دوت اول كايزو في التاريخ ما
مرضوش يمسكوه بعد ما ظهر ولا عرفوا هو راح فين اصلا، وسموه كايجو رقم 8، واي حد يشوفه لازم يبلغ عنه على طول. اسكوا ساعتها كان قلقان جدا على هينو وخايف ان في حد يمسكه، وبعدها جاله راجل واداله ورقه فيها نتيجه المرحله الاولى للتقديم لفيلة قطعه الكايجو، واخد النتيجه بتاعته هو وهينو. والواد كان فرحان اول لما فتح الورقه وعرف ان هما الاثنين نجحوا في المرحله الاولى وانتقلوا للمرحله الثانيه من التقديم، وكان مبسوط على الاخر. وعلى طول راح لهينو عشان يبارك له ويحتفلوا سوا. واول لما وصل هناك لقى وشه متحول وقاعد يلعب ومش همه اي حاجه. ساعتها اتعصب عليه واتخانق معاه عشان هو مطلوب والناس كلها عاوزه تعرف هو مين، ولو حد شافه بالهيئه ديت هيبلغ الفيلق ويجوا يقتلوه على طول ومحدش هيعرف ينقذه ساعتها. وفي الاخر قال له انا جيت هنا بس عشان اقول لك الف مبروك، انا وانت عدينا المرحله الاولى بنجاح. هينو ما كانش فرحان وقال له عادي، انا كده كده بعدي منها كل مره، بس باجي في المرحله الثانيه وبترفض على طول، بس دلوقتي انا بقيت قوي جدا وهنجح ومش هترفض تاني. وبعد فتره جه موعد اختبار المرحله الثانيه ووصلوا هناك، واول لما شافوا اللي مقدمين انصدموا. كلهم شباب عندهم 20 سنه وباين عليهم ان هم اقوياء جدا وما بيهزروش خالص. وهم واقفين في بنت دخلت عليهم وطلبت من هينو ان هو يشيل العربيه بتاعته عشان تركن مكانه. الواد مش فاهم حاجه وقال لها مش معنى المكان ده بالذات، يعني الدنيا واسعه قدامك، اركني في اي حته انت عاوزاها وانا مش همشي من المكان دوت، وبينها هتعملي ايه؟ البنت ضحكت عليه وقالت له عجوز زيك بيتكلم معايا كده؟ طالما انت مش عاوز تنقلها فانا هشيلها بنفسي. وبالله البنت فعلت قوتها وشالت العربيه بايدين واحده وقامتها قدامه. كل اللي كانوا موجودين انبهروا بقوه البنت ديت، وقالت له 55 ده رقم حظ النهارده ولازم انا افوز باي طريقه، وعشان كده انا هفوز النهارده ومحدش هيقف قدامي وهطلع الاول عليكم كلكم. بس هينو ساعتها اتعصب وما سكتش هو كمان، وراح على العربيه بتاعته وشالها بايدين واحده وعدلها تاني وقال لها ده عند ابوكي وبينا هتطلعي الاولى ازاي وانا موجود. البنت ساعتها انصدمت من قوته عشان دي اول مره تشوف حد قوي زيها كده، بس ما استسلمتش هي كمان وبصت له وقالت له شينوميا احفظ الاسم دوت كويس عشان هتسمعه كتير الفتره الجايه، وسابته ومشيت. وبعدين الامتحان بدا، واول مرحله اللياقه البدنيه، وطبعا كلنا عارفين صاحبنا في ال30 ومش قادر يعمل حاجه والاختبار كان صعب عليه، بس ما استسلمش وحمس نفسه وقال لا انا مش هستسلم ابدا، وفضل ثابت مكانه وكمل لحد النهايه. وفي نفس الوقت نقيب هوسونا راح لمينا وادى الاسماء اللي مقدمين السنه ديت. مينا ساعتها بصت في الورق، واول لما شافت هينو موجود زعلت على طول، وكانت عارفه ومتاكده ان هو حتى لو نجح في المرحله الاولى واختبار اللياقه البدنيه مستحيل يعدي في الاختبار الاخير مهما حصل. وفعلا معظم الناس عدوا اختبار اللياقه وراحوا للاختبار الثاني. النقيب هوسونا راح وقال لهم الف مبروك، بس الاختبار دوت كان لعب عيال، اللي جاي هو اللي هيحدد مصيركم كلكم واللي هيعدي منه هيبقى في فيلق الدفاع. وفتح البوابه اللي وراه وقال لهم شايفين الكايجو دي كلها؟ انتوا هتدخلوا هناك ولازم تخلصوا على كل اللي فيها. العيال ساعتها اترعبت ومش مصدقين نفسهم وعرفوا ان الاختبار الاخير دوت صعب جدا مش اي حد يعرف يعديه، بس ما قدامهمش حل تاني. وبعدين دخلوا جوه عشان ياخدوا الادوات بتاعتهم اللي هيحبوا بيها، وكل واحد لبس البدله بتاعته. وهوشينا قال لهم البدله ديت هتعزز القوه الجسديه عندك وهتبلغني بالمؤشرات الحيويه، وكمان هتقيس القوه القتاليه بتاعتكم، ويلا جهزوا بقى عشان هنشوف كل واحد فيكم. وبعدها قاسوا قوه كل واحد فيهم، وفي اللي جاب 18 واللي جاب 15 واللي جاب 14 واشكاوا كان جاب 8. اما بقى اقوى واحده فيهم كلهم واللي حصلت على قوه قتاليه 46% فهي شينوما. الكل ما كانش مصدق ان في حد لسه مقدم وعنده القوه القتاليه دي كلها. بس انتوا مش ملاحظين حاجه؟ ايوه، هو عمنا هينو فين؟ محدش نادى على اسمه ليه؟ بس دوت عمل معجزه، جاب رقم محدش جابه قبل كده ولا حد هيجيبه بعده. ايوه زي ما انت متوقع كده 0 من 100، نفس درجاتي في امتحان الانجليزي بالظبط. الله يخرب بيتك يا عم، انت جايب الجمدان ده كله منين؟ والكل كان عمال يضحك عليه ومش مصدقين اللي شايفينه، وبيقولوا هو دوت جاي يعمل ايه هنا؟ ده مش هيقدر يشيل السلاح بتاعه حتى. وبعد ما كل واحد عرف النتيجه بتاعته اخدوهم لساحه المعركه وقالوا لهم الساحه ديت مفيش فيها اي شروط، اي واحد هيعرف يقتل كايجو واحد بس ويرجع بالسلامه فهو مقبول. اما لو في حد اتصاب وحصل له حاجه ففي نظام في البدله ديت هيقدر يحميك لو انت كنت هتموت، بس خلي بالك اي حد هيفعل النظام دوت فهو بكده هيسقط في الاختبار. وبالتوفيق ويلا ابداوا. العيال ساعتها جريوا كلهم في ساحه المعركه، وشينوما جريت في المقدمه وشافت اول كايجو قدامها وقتلته على طول، ودخلت على اللي بعديه وخلصت عليه هو كمان بضربه واحده. الكل ساعتها انصدم من قوتها، ازاي ديت اول مره تشارك وعندها القوه دي كلها؟ ده على النظام دوت هتموت كل كايجو اللي موجودين. ومن ناحيه ثانيه بنشوف هينو ما كانش قادر يشيل السلاح بتاعه، واسكاوا كان معاه، ولو فضلوا هما الاثنين كده هيسقطوا في الامتحان، وكمان مش هيقدر يتحول عشان الكاميرات مراقبه كل حته في المكان. الواد ساعتها عرف ان هو لو فضل على الحال دوت هيسقط، وافتكر الوعد بتاعه هو ومينا زمان وشجع نفسه على طول ورمى السلاح اللي في ايديه واخد المسدس
بتاعه وراح على كايجو قدامه وقال طالما انا مش هقدر اقتل كايجو فعلى الاقل اساعد زمايلي وافيدهم باي حاجه. وراحوا عند اتنين بيحاربوا كايجو عملاق ومش عارفين يعملوا له اي حاجه، والوحش كان جلده سميك جدا ومش عارفين يصيبوه. بس وقتها هينو اتدخل ورمى قنبله صوتيه شالت حركته وقال لهم اضربوه في منطقه الصدر، المنطقه ديت اضعف حاجه في جسمه كله. العيال ساعتها سمعوا كلامه وفعلا قضوا عليه في ثواني معدوده. وطبعا هينو كان عارف الكلام ده كله عشان بيشرح جسمهم كل يوم. وبعدين سابهم ومشي وكمل هو واسكاوا عشان يساعد بقيه الفريق. بس فجاه وهما ماشيين كايجو عملاق ظهر من تحت الارض وادى واحده لهينو لزقته في الجدار. الواد من قوه الضربه جسمه اتكسر بالكامل واتصف في كل حته واعضائه الحيويه اتضربت بالكامل. الوحش قرب منه وخلاص كان هيقتله، والقاده ساعتها كانوا شايفين اللي بيحصل وخلاص هيفعلوا النظام عشان ينقذوه. بس في اخر لحظه شينوما وصلت وخلصت على كايجو في ثواني. وبعدين راحت له واستهزأت بيه وقالت له بقى واحد زيك عاوز ينافسني انا؟ خاف على نفسك بعد كده. وسابته ومشيت وكملت طريقها. الاعضاء ساعتها كلموا هينو وقالوا له ايه يا ابني حالتك صعب على الاخر، اعضائك الحيويه متدهوره وعندك كسور في كل مكان، لو مش هتقدر تكمل وتقف على رجليك تاني فاحنا مضطرين ان احنا نفعل النظام وتمشي من المكان ده على طول. ايه رايك؟ الواد كان عارف ان مينا بتتفرج عليه وقال مستحيل ابان ضعيف قدامها مره تانيه، مستحيل اخسر وانسى الحمل اللي وعدته ليها قبل كده. وجمع كل قوته وقام وقف على رجليه المكسوره. بس هيعمل ايه؟ اول لما وقف ما كانش قادر يتحرك. بس انت مفكر ان اسكاوا هيسيبه؟ لا والله. اسكاوا قال له ما تقلقش يا صاحبي، فاكر لما انقذتني قبل كده وسبتني اهرب؟ خلاص انا دلوقتي هرد لك الجميل. وشاور على كتفه عشان يكملوا المهمه بتاعتهم. النقيب هوسونا كان هيموت على نفسه من الضحك. ايه اللي بيحصل دوت؟ هو ايه العبط اللي انتوا بتعملوه ده يا جدعان؟ ومن ناحيه تانيه شينوما بدات تهجم وتبيد كل الكايجو اللي موجودين في المدينه وقوتها مش محدوده، واي كايجو بيقف على طول قدامها بتخلص عليه. وراحت لاخر واحد وكان جسمه صلب وقوي جدا. بس على مين؟ احنا معانا شينوما بنت الجامدين. وساعتها رمت قنبله دخانيه وطلعت عليه في الجو ووقفت عليه وواحده بالسلاح بتاعها. ومع السلامه انت. الكايجو اللي كانوا موجودين في المكان تم ابادتهم بالكامل، وشينوما اصبحت اعلى تقييم ومعدل قتل بين المتقدمين كلهم. والمدراء كانوا مصدومين من قوتها وبيعلنوا ان الاختبار انتهى وامروهم ان هم يمشوا من المكان. والعيال ساعتها كانوا فرحانه وخلاص كملوا المهمه بتاعتهم. وشينوما كانت لسه هتسيب المكان وتمشي، بس فجاه كايجو ظهر وراها وهوبا ادالها واحده في قلبها. ايه يا عم انت مين؟ وايه اللي جابك هنا؟ وايه اللي بيحصل بالظبط؟ البنت وقعت على الارض وبدات ترجع دم ومش فاهمه اي حاجه، وركزت قوه الشفاء بتاعها في منطقه الجرح وحاولت تجمع قوتها وتعالج نفسها. وقامت وقفت تاني. بس الوحش اول لما شافها انصدم هو كمان. وكمان بنكتشف ان هو بيتكلم زينا زي البشر وبيقول لها ايه دوت؟ هو انت لسه ما متيش؟ انت شكلك كده قويه بس ما تقلقيش انا كده كده هموتك. انا احييت كل الكايجو اللي انتوا قتلتوهم وفي خلال دقايق هيرجعوا تاني وخلاص دي النهايه وشكل الدنيا هتولع يا صديقي. وفي نفس الوقت بدله شينوميا بعدت للمدراء اشاره بتطور حالتها الصحيه. وكمان لاحظوا المؤشرات الحيويه اللي في مواقع الكايجو وكانها بتتولد من جديد. وشكل كده كلامه صح. وعلى طول شغلوا جهاز الانذار وامروا باخلاء المكان. ومينا وهوشينا راحوا للمكان بسرعه قبل ما حد يحصل له حاجه. وفي نفس الوقت الوحش ضرب شينوميا جامد وصابها في كل حته. والبنت حاولت تجمع قوتها تاني وتعالج جسمها ووقفت عشان تلحق بيه بس لقيته اختفى. والكايجو اللي كانوا موجودين صحيوا تاني وهوبا ادالها واحده لزقها في الجدار. والبنت خلاص جابت اخرها ومش قادره تتحرك تاني. بس على طول افتكرت لما كانت طفله وكانت بتطلع الاولى في الفصل بتاعها. وبنعرف ان ابوها هو رئيس نقابه الدفاع وكانت بتروح له وهي فرحانه جدا بالنجاح بتاعها. بس هو ساعتها رد عليها وقال لها هو انا المفروض كده انبهر ولا حاجه؟ لا دي اقل حاجه انا متوقعه منك، وياك تفرحي بنجاح تافه زي دوت. وايه يعني لما تطلعي الاولى؟ خلي امالك اكبر واحلامك اكبر بكتير. انا عاوزك تنقذي العالم دوت وتدافع عن الناس كلهم واوعي تسيبي حد يموت ابدا. والبنت ساعتها قالت ايوه مش هستسلم ابدا وهجمت على الوحش تاني. بس اداها بوكس كسرها ووقعها على الارض والسلاح بتاعها بعد عنها. وساعتها عرفت ان دي النهايه. والوحش هو كمان حالته بتتغير وبيطلع قرون وبيظهر منها قوه جباره وجمع كل قوته عشان يقتلها. وخلاص شينوميا كده هتموت. بس فجاه هينو بيظهر قدامها وبيقول لها ما تقلقيش انا موجود. وبيشد الهجم بتاع الوحش من ظهره. والبنت كانت مصدومه من اللي هي شايفاه وبتقول له هو انت ازاي ما حصلكش اي حاجه؟ هينو ساعتها قام وبص لها وقال لها اتفرجي على اللي هعمله دلوقتي. وجمع كل قوته والارض تتكسر من تحتيه والبرق بيظهر. والوحش هو كمان جمع كل قوته وهجم عليه بيها وفكر ان هو كده هيهزمه. وحرفيا المكان كان متزلزل من القوه ديت. بس هينو بيديله بوكس بيحطمه وبينهي من الوجود. ايه يا عم الجمدان ده كله؟ وبراح علينا شويه. وبعدها راح لشينوميا وقال لها الحمد لله على السلامه، طالما انا موجود محدش هيقدر يأذيكي. والبنت من كتر الصدمه بتاعتها ما كانتش عارفه ترد ولا تنطق بكلمه حتى. واغمى عليها. وهينو اخدها هو واسكاوا وخرجوا من المكان عشان يتعالجوا. وساعتها هوشينا
ومينا بيوصلوا للمكان وبيلاقوا الوحش اتدمر وتقطع في كل حته، وكانوا مستغربين ازاي شينوميا اتصابت وعملت كل ده في الوحش. اكيد في حاجه كبيره حصلت ولازم نحقق في الموضوع دوت. وهينو وشينوميا راحوا هما كمان للمستشفى عشان يتعالجوا من الاصابات بتاعتهم، والكل كان مبسوط ان محدش حصل له حاجه. ومينا كانت قلقانه جدا عليه وبتروح له وتقف قدام اوضته عشان تطمن عليه، بس بسبب الوعد بتاعهم زمان ما كانتش عارفه تكلمه ولا تقول له اي حاجه، وكانت مستنياه يوفي بوعده معاها وينضم ليها في ساحه المعركه. وبنشوف الكايجو اللي ظهر فجاه وهو قاعد في الحمامات العامه وبيشوف الاخبار، ازاي الكايجو اللي انا بعتهم اتقتلوا تاني ومن غير ما حد يموت منهم، ومستحيل يحصل الكلام دوت الا في حاله واحده بس، اكيد في حد عنده نفس قوتي هو اللي قتلهم ولازم انا اقتله بسرعه. وبننصدم كمان لما بنلاقيه بيحول نفسه لانسان عادي وبيخرج من الحمامات وبيمشي مع زمايله، ودوت نفس الفريق اللي هينو كان شغال معاه قبل كده. ويا حلاوه شكل في مجزره هتحصل قريب. والمهم بعدين هينو وإيشيكاوا كانوا قاعدين على اعصابهم وقلقانين ان هم يفشلوا في الاختبار، وهينو بيقول له يا عم افرح انت كده كده هتنجح عشان قتلت واحد منهم، الدور عليا انا بقى اللي ما عملتش اي حاجه ولا قتلت اي كايجو. وفعلا الباب بيخبط وساعد بابيت بيديلهم النتيجه بتاعتهم وبيمشي، والعيال فتحوا الظرف بتاعهم، واول لما هينو شاف النتيجه بتاعته انصدم وما كانش متوقع اللي حصل دوت، بس ما بنعرفش هو انضم ولا لا. وبعدين بنروح لحفل الاستقبال والكل كان ناجح في الاختبار، والواد اللي اسمه هارو راح وقابل إيشيكاوا وقال له الف مبروك على النجاح بتاعك. امال فين العجوز صاحبك اللي كان معاك؟ اكيد اترفض زي كل سنه. هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ هو فشل ولا ايه؟ ولا هو مش هينضم معاهم ولا ايه الدنيا بالظبط؟ بس ده اللي هنعرفه كمان شويه. وبعدها النقيب مينا دخلت عليهم وبصت لهم وقالت لهم انا عاوز اقول لكم حاجه واحده بس ولازم تنفذوها وانا اكيد اولكم. اهم حاجه بالنسبه لنا حياه الناس، ومش هنسمح للوحوش ديت ان هي تدمر حياتنا وتقتل اهالينا ونقف نتفرج عليهم، لازم نقف ايد واحده ونموتهم كلهم. وبعدها نادت على شينوميا وقالت لها تعالي، واول لما راحت لها اديتها الظرف دوت وقالت لها شكرا ليكي عشان انقذت زمايلك في الاختبار وانك قتلت الكايجو وما سبتيش حد فيهم يتاذى، وده جواب مني ليكي بعينك رئيسه المجموعه بتاعتك عشان تقتلي وتكملي اللي بتعمليه وما تسيبيش حد يحصل له اي حاجه. البنت اول لما سمعت الكلام دوت انصدمت هي كمان عشان هي اصلا ما قتلتش حد، وهنا هو اللي انقذها هي وباقي زمايلها وقتل الكايجو، وكانت عاوزه تقول لهم الحقيقه بس كانت خايفه ان هم يعملوا له حاجه ومنعت نفسها في اخر لحظه. ويا دوبك بيخلصوا كلامهم بنلاقي هينو وصل هو كمان ودخل المكان، بس ايه اللي بيحصل؟ هو اترفض ولا لا؟ وبنشوف هما بيصوتوا على الاعضاء الناجحين في الاختبار، كان هينو خلاص هيسقط بس نقيب هوشينا قال لهم لا، الواد دوت عنده جرأة كبيره وعزيمته عاليه جدا. اي نعم هو ما قتلش حد وما عرفش يعمل حاجه بس ساعد زمايله، وفي حاجه انا عاوز اعرفها عنه وانا بطلب منكم على مسؤوليتي ان انتوا توافقوا ان هو يكون عضو في الفايلر بتاعي لحد لما يثبت الكفاءه بتاعته. الكل ساعتها سمع كلامه وقالوا له تمام كمل ونشوف اخرتها ايه، وعشان كده هينو انضم ليهم. والعيال زمايله اول لما سمعوا الخبر كانوا فرحانين جدا ان صاحبنا وخلاص بدا يحقق حلمه. وبعد لما الاحتفال خلص كان هوشينا بيبص لهينو وواضح السبب اللي خلاه يختاره. وبنشوف لما المعركه كانت شغاله والكايجو الغريب صح كل الكايجو اللي حواليه، الارصاد لاحظت ان في قوه كبيره ظهرت في المكان ومعاها اختفاء مؤشرات لاحدى الطلبه اللي موجودين، وكان هو هينو، وقال انا لازم اعرف الواد ده وراه ايه بالظبط، وشكله كده قرب يكشفه هو كمان. وبعد لما الحفله خلصت شينوميا راحت لهينو وقالت له تعالى انا عاوز اتكلم معاك شويه، وفعلا راحوا قعدوا مع بعض وسالته عن التحول بتاعه وازاي عنده القوه دي كلها، والواد حكى لها كل حاجه من اول حاجه لاخرها. والبنت كانت مصدومه من اللي سمعته وقالت له هو انت بتعرف تسيطر على قوتك دي بالكامل ولا لا؟ ولا في يوم من الايام هتتحول لوحش وهتهجم علينا؟ هينو قال لها لحد دلوقتي انا بقدر اتحكم في قوتي واتحول وقت ما انا عاوز وارجع شكلي في وقت ما انا عاوز، بس لو حصلت اي مشكله وخرجت عن السيطره فانا معتمد عليكي ان انت اللي هتخلصي عليا يا شينوميا، وعاوزك تقتليني لو انا اذيت زمايلي. البنت فهمت كلامه وقالت له يلا بينا عشان التدريب هيبدا. وفعلا راحوا وبداوا يتدربوا كل يوم، وكل يوم طاقتهم كانت بتزيد، وفي يوم جم يقيسوا قوتهم القتاليه والكل كان قوته زادت، وشينوميا وصلت طاقتها من 45 الى 55، وإيشيكاوا طاقته زادت من 8 الى 18%. اما عمنا وعم الكل هينو قوته زادت من 0 الى 1%، والمعلم كان فرحان على الاخر ومحسس لي ان هو عمل حاجه جامده قوي. وبنشوف هينو وزمايله وهم قاعدين في البسين وكل واحد بيقول لي السبب اللي خلاه ينضم لفيلق الدفاع، واول واحد قال لهم من كام سنه كايجو ظهر وهجم على البيت بتاعنا ودمره بالكامل، وامي وقعت تحت الحطام وكانت هتموت قدامي وما كنتش عارف اعمل اي حاجه، بس في اللحظه الاخيره مينا ظهرت في الوقت المناسب وانقذتني انا وامي، ومن اللحظه ديت انا بعتبرها اختي الكبيره، وعشان كده انا انضميت لفيلق الدفاع. والكل بدا يحكي القصه بتاعته وكلهم مبهورين من قوه مينا وشجاعتها في انقاذ الناس، وبص لهينو وقالوا
قالوا له قول لنا بقى انت ايه اللي مخليك مصمم قوي كده عشان تنضم للفايلك دوت برغم الفشل اللي انت فشلت فيه قبل كده؟ فقال لهم عشان الوعد اللي وعدته لصديقه طفولتي ان انا هقف معاها في ساحه المعركه وهحميها ومش هسيب حد يأذيها ابدا. الكل ساعتها قالوا له هي مين ديت؟ فقال لهم مش هتصدقوني بس هي النقيب مينا. الكل انصدم، هو انت ازاي صديق طفولتها؟ وقالوا له احكي لنا عنها اكتر. والمهم بعد ما خلصوا كلامهم كل واحد رجع اوضته، بس هينو كان قاعد بيذاكر وبيشوف ازاي يعلي قوته القتاليه. والنقيب هوشينا دخل عليه وقال له يا بطل انت قاعد بتعمل ايه لوحدك بالليل كده؟ فقال له انا عاوز اعلي قوتي القتاليه شويه عشان لو تنتني بالطريقه ديت فانا اكيد هموت ومش هقدر اكمل، انا عاوز اكون قوي زيك كده. هوشينا قال له ايوه انا عارف كل حاجه عنك وعارف ان انت كمان صديق مينا المقرب، وعشان تحقق حلمك وتقف جنبها فانت اكيد بتتحداني، بس مع كده ما تستسلمش، انا عاوزك توصل لقوتها وتقف جنبها في ساحه المعركه وانا اكيد هشجعك يا هينو. بس عاوز انصحك نصيحه، لو انت حاولت مره وفشلت اياك تستسلم ابدا، وحاول تاني وتالت ورابع لحد ما تتاكد ان انت جامد وتحقق حلمك وتثبت للناس كلها ان انت مش فاشل. بس عشان تقف جنب مينا انت كده هتاخد مكاني وانا مش هخلي حد ياخد مكاني بسهوله. وبعدين سابه ومشي، بس فجاه سمعوا صوت انذارات الطوارئ وفي كايزو بيهجم على المدينه. ساعتها بص له وقال له يلا دورك جه والمهمه بتاعتك الاولى بدات وحاول تثبت نفسك المره ديت بقى. مينا هي كمان جمعت كل المستجدين وبدات تديلهم خطاب قبل المهمه بتاعتهم، وبنشوف الاصابات بتاع كايزو المره ديت قويه جدا ومش زي اي مره خالص. مينا ساعتها بصت لهم وقالت لهم بعيدا عن الكايزو واي حاجه بتحصل اهم حاجه بالنسبه لنا هي سلامتكم، لازم تحموا بعض كويس وترجعوا هنا تاني من غير لما حد يحصل له حاجه. انتوا جاهزين؟ قالوا لها جاهزين يا فندم. والشرطه ساعتها دخلت وجمعت كل الناس في المنطقه ديت وخرجتهم بره، ومينا اخذت كل الفريق وراحوا على هناك وفعلا نزلوا للمهمه. وهنا هينو اتحمس شويه وقال لهم تعالوا لي انا مفعل 1% من قوتي وهوريكم انا هعمل فيكم النهارده. وهوبا واحد اداله واحده رماها في الزباله والناس كلها كانت بتضحك عليه. وبنشوف ان الوحوش المره دي قويه جدا ومش بتتاثر باي هجمات بسهوله. بس على مين؟ احنا معانا شينوميا فعلت كل قوتها ونزلت عليهم ودخلت على الاول خلصت عليه، والتاني دمرته، والتالت بوظته، وفي ثواني خلصت على كل الموجودين والكل كان مصدوم من قوتها. والمجموعه التانيه هما كمان بقياده اوشكاوا هجموا على الكايزو ودمروا كل المكان، واوشكاوا قوته زادت جامد ومحدش بقدر عليه وبدا يخش يدمر اي كايزو قدامه. وهينو ساعتها بيبص وبيشوف كل زمايله هما بيحاربوا وقال طالما انا فشلت وانا بحارب الكايزو فانا هحاول اساعدهم باي حاجه تانيه، وراح يقطع فيهم ويشرح جسمهم وبدا يعرف نقاط ضعفهم وازاي يخلصوا عليهم بسهوله. وساعتها عرف وتاكد من اللي في باله واتصل بالنقيب هوشينا وقال له انا لقيت حاجه مهمه قوي، وقال له الجوهره بتاع الكايزو مش موجوده في منطقه البطن زي باقي الكايزو، ده محطوطه في حته مخفيه في منطقه الرقبه، واكيد عشان نموتهم لازم نضربهم في المنطقه ديت. ومش بس كده كمان، ده العملاق اللي فيهم عنده اكياس بيض كتيره جدا ولما هيموت الاكياس ديت هتنفجر وهتطلع منها مئات والاف الكايزو الصغيره، فعشان كده خلي بالك بعد ما تقتلوهم. النقيب ساعتها فرح من كلامه وقال له عاش عليك، ونادى على مينا وقال لها كل المعلومات ديت وبلغ كل اعضاء الفريق بالمعلومات دي كلها. وفعلا يا صديقي اول لما سمعوا كلامه بداوا يقتلوا في الكايزو بكل سهوله، واللي بيجي بيخلصوا عليه على طول، والعملاق اللي فيهم ضربوه بصواريخ بس مفيش حاجه بتاثر فيه، ودخلوا عليه برصاصات وبنادق بس مفيش حاجه بتحصل له. بس على مين؟ مينا بتجهز المدفع بتاعها وبتفعل قوتها القتاليه اللي هي 96% وبتديله ضربه واحده بتخلص عليه ودمرت الجوهره بتاعته وخلصت عليه خالص. هينو كان واقف مصدوم القوه دي كلها. هوشينا راح له وقال له مالك يا بطل، انت خفت ولا ايه؟ ولا انت كنت مفكر حاجه تانية؟ ايوه هي دي قوه المنافس بتاعك واللي انت نفسك تقف جنبها في ساحه المعركه. هينو ساعتها كان مصدوم وقال ازاي؟ مستحيل حد يكون عنده القوه دي كلها. بس هوشينا قال له انت غلطان، لو انت مفكر ان مينا هي اقوى واحده فينا، مينا قويه في المسافات البعيده ومحدش يقدر عليها، بس في المسافات القريبه محدش زيي. وفجاه بيخلص على الوحش اللي ظهر وراه في ثانيه واحده وبص له وقال له ايوه هي دي القوه اللي عندي، انا عاوزك بقى تشد حيلك وتكون اقوى مني. وساعتها وهم بيتكلموا اكياس البيض اللي قال عليها هينو بتنفجر وبيخرج منها الاف الكايزو الصغيره وبتنتشر في المدينه كلها. ويا ترى هيعملوا ايه في الورطه دي كلها؟ ومن جانب تاني اشكاوا وهارو كانوا شغالين تقتيل فيهم، وساعتها وصل لهم الخبر ان الكايزو انتشر في كل حته ولازم يروحوا هناك عشان يساعدوا
يساعدوهم، بس وهما في الطريق لاحظوا في راجل واقف قدام الجثث، ويا حلاوه شكلها الدنيا باظت على الاخر. العيال لسه مش فاهمين حاجه، والوحش ساعتها بيلف جسمه وهوبا ضربه جت في صدر هارو. اشكاوا ساعتها قلق وفهم ان دوت نفس الكايزو اللي شينوميا حذرتهم منه، وهارو ساعتها اصيب باصابه خطيره جدا وما عادش قادر يتحرك، وقال له هو انت مين بالظبط؟ الوحش ساعتها اتحول لهيئته الحقيقيه وقال له كايزو رقم 9، ده اسمي من النهارده، وطالما انتوا الاثنين هنا فانتوا لازم تموتوا. اشكاوا ساعتها اترعب وحاول يكلم النقيب ويبلغه باللي بيحصل، بس ما فيش شبكه. الكايزو كان عامل عليهم حاجز وموقف الارسال، وبوم ضربه صوره اشكاوا هو كمان. بس بنشوف اشكاوا وهو مصاب بيقوم من تاني وبيبص لهارو وبيقول له اهرب يا صاحبي، اهرب وروح بلغ النقابه باللي بيحصل وانا هلهيه لغايه لما ترجع تاني. الواد كان لسه يعترض بس قال له مفيش حل تاني. وبعدها اشكاوا وقف قدام الوحش وبص له وقال له يلا بينا، وشجع نفسه وهجم عليه بكل قوته، بس الوحش ابتدى الهجمه بتاعته بكل سهوله، واشكاوا بيحاول مهما يحاول ومش عارف يعمل معاه اي حاجه. والكايزو ساعتها اختفى وظهر قدامه وكمان طلع دراعين 2 زياده وهجم عليه بكل قوته، وخلاص شكلها دي النهايه يا صاحبي. بس في اخر لحظه هارو بيرجع تاني وقال له للاسف انا ما عرفتش ابلغ باللي بيحصل، الوحش دوت عامل حاجز علينا ومش عارفين نطلع منه، ومحدش هيعرف يطلع ويخش بدون اذنه، وعشان كده لازم نتعاون احنا الاثنين ونقتله قبل ما حد يحصل له حاجه. اشكاوا ساعتها فهم الكلام كله وقال له تمام، وساعتها عملوا خطه عشان يقضوا على الوحش. هارو هجم عليه وشتت انتباهه، وفي اللحظه ديت اشكاوا قرب منه وحاول يقتله وفعل كل قوته وهجم عليه هو كمان وبدا يقطع فيه من كل حته، وفعلا اجزام جسمه بدات تتقطع وخلاص مفكر ان هو كده مات. بس المفاجاه ان الضرب ده كله ما كانش جايب معاه نتيجه، والوحش كان محاوط نفسه بدافع ومفيش اي حاجه حصلت له، وبص لهم وقال لهم انتوا كده زعلتوني، وفعل كل قوته وضرب اشكاوا، والواد ما لحقش يعمل حاجه واتصاب على طول، واعضاء الحيويه اتبهدلت وجسمه اتكسر بالكامل، وخلاص دي شكلها النهايه يا صاحبي. وفي الوقت دوت الخبر بيوصل لهوشينا وباقي زمايلهم ان مؤشرات اشكاوا بدات تضعف وخلاص شويه وهيموت. الكل خاف تصحى يحصل له حاجه، وهنا اول لما سمع الكلام دوت انخض على طول، وساعتها بصوا لقوا جثه الكايزو اللي قتلوه بدا يتحرك تاني، وشينوميا ساعتها جت وقالت له ايوه هو ده شكله الكايزو اللي هجم علينا قبل كده، وانا ساعتها ما عرفتش اعمل معاه اي حاجه، وعشان كده انا هعتمد عليك يا بطل، انا عاوزك تقتله وترجع اشكاوا بالسلامه. وفعلا اشكاوا كان جاب اخره خلاص وركز قوه البدله بتاعته عشان يعالج نفسه وما يموتش، وما كانش قادر يقوم ولا يعمل اي حاجه، والوحش ساعتها زله وقعد يضرب فيه بكل قوته، وهارو كان شايف صاحبه بيموت ومش قادر يعمل له حاجه وقاعد بيدعي ان في اي حاجه تحصل وحد يجي ينقذهم، بس الوحش كان خلاص يعتبر قتله. وبعدها بص لهارو وقال له صاحبك خلاص انا قتلته، ووافق صبعه قدامه وقال له اجهز بقى عشان الدور جاي عليك، بس على مين يلا؟ هوبا البوكس التمام طيره. هينو وصل في الوقت المناسب وبيشوف صاحبه في الحاله ديت وبيزعل عليه جامد قوي وبيشيله وبيبعده عن ساحه المعركه وبيقول له انا اسف يا صاحبي، انا اسف ان انا سبتك تتعذب الفتره دي كلها، بس اوعدك ان انا هنتقم منه دلوقتي وهموته قدامك عقابا ليه. وراح ووقف قدام الوحش وقال له خلاص دي نهايتك. الوحش هو كمان فعل كل قوته وقال له هات اخرك يلا، وساعتها اصابه في قلبه هو ايه اللي بيحصل بالظبط، بس هينو بيقول له انا سبت هجمتك دي توصل لي عشان احس بالالم اللي صاحبي حس بيها لما يموت، وخلاص هقتلك دلوقتي. الوحش هجم عليه بكل قوته بس هينو صده بسهوله ووقف قدامه واداله واحده طيرته والتانيه كسرته ونزل عليه بكل غباء وفي كل حته، والوحش ما كانش عارف يعمل حاجه وحاول يحمي نفسه بدافع، بس هينو كسره قدامه وظهر له تاني وضربه وكسر عظمه حرفيا، والكايزو ما كانش عارف يعمل معاه اي حاجه وعرف ان خلاص دي النهايه. وفي اللحظه ديت هينو جمع كل قوته وجهز ضربته الاخيره وهوبا دمر المكان بالكامل، وساعتها الوحش وقع على الارض ونواته اتكشفت، وهينو لو كسرها خلاص هيقتله. هينو ساعتها بص له وقال له مالك مش كنت بتستهزئ باشكاوا من شويه ولا انت بس بتفتري على الضعيف؟ وعلى طول جمع كل قوته ولسه هيقتله، بس الفايلر بيوصل المكان ومفكرين ان هينو هو اللي عمل كل دوت وبيبلغوا الاعضاء بمكانه، وهينو انشغل في اللحظه ديت والكايزو بيعالج نفسه وبيهرب على طول وقال له اتعامل معاهم انت بقى، واختفى ومحدش عارف يوصل له. هينو ساعتها هو كمان هرب ودخل الشارع عشان يرجع لطبيعته ومحدش يشوفه، بس هوبا سمع صوت من وراه، وايوه النقيب هوشينا بيوصل بنفسه وقال له اخيرا لقيتك، انت عاوز تهرب مني انا كمان بعد ما ضربت وموتت اتباعي؟ مش بالسهوله ديت، انت
الضحيه بتاعت النهارده ومش هسيبك خالص. هينو ما كانش عارف يتصرف ازاي، ما كانش عارف يهجم ولا يعمل معاه اي حاجه، والواد لسه بيفكر ان النقيب هجم عليه بكل قوته، بس اتفادى الهجمه بتاعته وعارف ان الشخص اللي قدامه مش بيهزر. النقيب ما ادالهوش اي فرصه، هجم عليه الثانيه في الثالثه، والواد ما كانش عارف يهرب ولا يروح في اي حته، وكان خايف ان هو يهجم عليه ويصيبه، بس لو كان على كده هيموت مش هيعرف يتعامل معاه. هوشنا بيجمع كل قوته وبيهجم عليه تاني، والواد كان لسه بيفكر، هوشنا ضربه في صدره. هينو حاول يبعد عنه بس هو كان اسرع منه ونزل عليه بكل غباء وفي كل حته. هينو ساعتها حاول يهرب وخايف ان هو يصيبه ومش عارف يعمل معاه ايه بالظبط، عشان لو استخدم كل قوته كده هيقتله، بس النقيب ما رحمهوش وفضل يقطع فيه في كل حته، وكمان بيقطع ايديه ونواته بتتكشف قدامه، ولو قدر يوصل لها خلاص كده هينو هيموت. وهجم عليه تاني بكل قوته، وهينو كان مصدوم من سرعته وبيقول هو ده مش بني ادم زينا ولا ايه؟ هوشنا هو كمان استغرب من القتال بتاعه وقال له ما تستغل يالا واهجم عليا زي الناس، والواد كان لسه هيرد بس هوشنا هجم عليه بكل قوته وكمان كان هيصيبه في قفاه، بس هينو ابتدى الهجمه بتاعته بصعوبه، بس ده كله كان مجرد تمويه، وفجاه ظهر قدامه وجمع كل قوته وضرب عليه في النواه بتاعته، وخلاص شكلها دي النهايه ولا ايه؟ بس لحسن الحظ قدر يتفادى الهجمه بتاعته ويصدها في اخر لحظه، وهينو ساعتها اتعصب على الاخر وجمع كل قوته وهجم عليه، بس الضربه كانت موجهه ناحيه السيف بتاعه عشان ما يصيبش النقيب وما يحصلوش حاجه. هوشنا ساعتها اترعب وبعد عنه بسرعه وكان مستغرب جدا وقال ليه الضربه دي ما جاتش ناحيتي؟ لو كانت ضربتني كنت هموت، وبص عليه عشان يهجم عليه تاني بس لقاه اختفى من مكان، وهينو ساعتها استغل الموقف وهرب على طول قبل ما حد يحصل له حاجه، وراح لشينوميا وقال لها هما فين دلوقتي وفي حد حصل له حاجه؟ بس هي قالت له ما تقلقش يا عم، اشكاوا وهارو لسه عايشين واستخدموا عليهم علاج متطور وهيقوموا على طول، المهم انت خلصتوا على الكايزو اللي كان هيموتني ولا ايه؟ وحكى لها كل اللي حصل، والبنت كانت متضايقه جدا وقالت له ما تقلقش انا كده كده هموته المره الجايه. وهوشنا كان قاعد هو كمان بيحلل اللي حصل ومستغرب جدا من اللي هينو عمله، وقال الوحش دوت عنده قوه جباره، بس هو ليه ضربني ناحيه السلاح مع انه لو ضربني كنت هموت على طول، واكيد في حاجه غلط بتحصل وانا مش عارف هي ايه. والمهم خلصوا المهمه بتاعتهم بنجاح، وهينو وشينوميا راحوا يطمنوا على اشكاوا والحمد لله كان لسه عايش، وهارو ساعتها بيقول يا سلام يا سلام على كايزو رقم 8، ده لما وصل بهدل الكايزو الثاني واداله على قفاه ومحدش كان عارف يعمل له حاجه، وانا بجد مبهور جدا من قوته. هينو ساعتها اتحرج من كلامه وقال له على ايه؟ دي اقل حاجه عندي. شينوميا ساعتها دافت على الموضوع على طول، وبعدين احتفلوا عشان كملوا اول مهمه ليهم، واشكاوا رجع بالسلامه والكل كان فرحان والدنيا كانت اخر جمدان. وقبل لما الاحتفال يخلص هوشنا نزل عليهم وقال لهم عندي خبر ليكم بخصوص واحد فيكم، بعد اصرار كتير ومحاولات اكتر العضو الفرعي اللي في الفريق اثبت كفاءته وقررنا ان احنا نضمه كعضو رسمي زيه زي اي حد فيكم. وبذكر هينو بالترقيه بتاعته والكل كان فرحان بالنجاح بتاعه، وراح يلبس البدله بتاعته ومينا هي اللي كانت بتلبسها له، وايوه هي ديت مينا صديقه الطفوله بتاعته اللي اخد معاه وعد من زمان، ومن كتر الفرحه بتاعته سابها ومشي من غير لما يقول لها اي حاجه. بس مينا نادت عليه وقالت له مش معنى ان انت اتقبلت يبقى تقف معايا في ساحه المعركه، انت هتتعب كتير عشان توصل لمستوايا. والواد كان فرحان عشان لسه فاكر الوعد بتاعه وقال لها تمام اوعدك ان ده هيحصل في اسرع وقت، وسابها ومشي. في الوقت دوت عمنا هينو كان قاعد بيذاكر وبيشوف ازاي يبقى اقوى من كده، ولما بيخلص بيروح عشان ينام، بس وهو ماشي بيسمع صوت حد بيتدرب وبيروح يشوف مين اللي صاحي لحد دلوقتي، واول لما بيوصل بيلاقي النقيب هوشنا واللي كان بيتدرب تجديد من النار وبيتدرب بكل قوته، وواضح ان هو مركز على الاخر، ولما بيشوفه بيعرف ان هو بيطبق نفس التقنيات اللي استخدمها وهو بيواجهه وبيحاول يبقى اقوى عشان لما يواجهه مره ثانيه. والواد بيترعب وبيقع على الارض، وهوشنا بيشوفه وبيقول له هو انت لسه صاحي لحد دلوقتي؟ انا كنت بتدرب وبزود مهاراتي عشان لو قابلت كايزو رقم 8 مش هرحمه. المره اللي فاتت عرف يهرب مني، بس المره الجايه هستخدم كل قوتي وهخلص عليه بحركه واحده. هينو بيترعب من قوته وبيقول له عاش عليك، انا بجد خايف عليه هو والله يكون في عونه. بس هوشنا بيقول له عاوزك تركز كده، انا راهنت عليك وعندي امل فيك عشان تبقى اقوى، ووعاك تستسلم يا صاحبي، وعاوزك تبقى اقوى واحد فينا كلنا. الواد لما بيسمع الكلام دوت بيتاثر على الاخر وبيطلع على السطح وبيفكر ازاي يزود قوته، وبيقول انا لازم اكون اقوى من كده. وفجاه بيسمع صوت جاي من السماء، واول لما بيبص بيلاقي كرات نار نازله عليه وبتدمر المكان بالكامل. اعضاء الفريق بيقوموا مفزوعين ومحدش فاهم ايه اللي بيحصل بالظبط. دي اول مره تحصل ان الكايجو يهجموا من السماء، مش المفروض ان هم بيهجموا من تحت الارض ولا ايه؟ واكيد ده نوع جديد واقوى بمراحل، والدنيا ولعت على الاخر، والنقيب هوشنا بيجمع كل الاعضاء وبينزلوا ساحه المعركه، والمباني بتكون متدمره والناس ميته في كل حته. وايوه هو دوت تمن اي حرب يا صديقي. هينو كان واقف
واقف على السطح ومرعوب من اللي شايفه، بس بيلاحظ حاجه غريبه بتحصل وبيقول ازاي كده، وبيكلم النقيب هوشنا وبيقول له في حاجه غريبه بتحصل، ده هجموا علينا في نفس الوقت واستهدفوا نفس المنطقه وكمان هجماتهم منظمه. فبيقول له ده اكيد كايزو قوي هو اللي بيتحكم فيهم ويوجههم، وايوه كلامه صح، وبيظهر قدامهم على طول وباين عليه ان هو قوي جدا، وبيقول لهم تعالوا لي يلا مين اقوى واحد فيكم عشان اخلص عليه. هوشنا بيطلع له بس على طول كايزو بيهجم عليه بسرعه مرعبه، وهوشنا بيصد الهجمه بتاعته بس بيعرف قد ايه الوحش ده قوي على الاخر. وهنا بيبدا اقوى قتال في العالم، الوحش بيهجم عليه تاني ومش وحمه خالص، بس هوشنا بيطلع سلاحه وبيصد هجماته وبينزلوا ضرب بعض بكل غباء. بس ايه الجمدان ده يا جدعان، الوحش بيكون مبسوط على الاخر وبيقول له اخيرا لقيت خصم يستاهل قتله، واجهز بقى عشان دي نهايتك. وفي نفس الوقت بقيه الاعضاء كانوا بيحاربوا الوحوش التانيه بس اجسامهم صلبه على الاخر والضربات مش جايبه اي نتيجه. وساعتها هينو بينادى عليهم وبيقول لهم ان في جسم الوحوش ديت عندهم درع من قدام، لكن لو هاجمنا عليهم من ورا هيكون اسهل بكتير. وبالفعل بيسمعوا كلامه واتنين بيعملوا خطه، وواحد بيشتت انتباهه والتاني بيلف من وراه وبيهجم عليه بكل قوته وخلاص هيخلص عليه. بس فجاه بيظهر وحش تاني وبيوقفهم والواد بيهرب قبل ما يتصاب، وساعتها الكل بيفقد الامل ومش عارفين هم يعملوا ايه. بس ساعتها شنوميا بتوصل بسلاحها الجديد وبتخش عليه بتديله واحده بتكسره. ايوه هي ديت العظمه يا جدعان، وبتقف وتقول لهم انا هنا ومحدش يخاف من حاجه. والعيال بتتحمس هي كمان وبيهجموا عليهم من تاني، وفي وحش بيهجم عليها بس هي بتفادى هجمته وبتخلص عليه بضربه واحده، والتاني بيهجم هو كمان بس على مين، واحده بتخلص عليه، والتالت كان جاي في الجو بس اشكاوا بيخلص عليه على طول، وشيروميا بتشكره وبتكمل هجومها وبتخلص عليه. ايوه هو ده الجمدان ولا بلاش. ومن ناحيه تانيه هوشنا كان بيحارب الوحش بكل قوته وبيسحبوا المكان بعيد عن الناس عشان ما حدش يتاذى، واول لما بيوصلوا هناك الوحش بيجمع كل قوته وبيهجم عليه بسرعه كبيره وبيقدر ان هو يصيبه وبيلزقه في الجدار. بس المفاجاه ان دراع الوحش هو اللي بيتقطع. اها ايه العظمه دي يا ابني. هوشنا بيقوم وبيفعل كل قوته وبيقول له تعالى لي يلا، وبيهجم عليه بسرعه كبيره وبيقطع فيه من كل حته. ومش بس كده ده بيرفع مستواه تاني وبيهجم عليه من تاني وهاتك يا تقطيع. الوحش مشلول ومش قادر يعمل معاه اي حاجه، بس ساعتها الوحش بيفوله وبيعالج نفسه وقوته بتزيد وبيهجم عليه. بس على مين؟ احنا معانا هوشنا ابن الجامدين بيهجم عليه وبيقدر يوصل للنواه بتاعته، والوحش بيخاف بس هوشنا بيخش عليه ويدمرها. والكل كان فرحان ومفكرين ان المعركه خلصت. بس هل انت مفكر ان المعركه خلصت؟ لا والله، جسم الوحش بيجدد من تاني وبيعالج كل اصاباته وبيكبر اكتر من الاول وبقوه اكتر بكتير، والكل بيكون مصدوم. هو احنا مش دمرنا النواه بتاعته ولا ايه؟ امال ايه اللي بيحصل بالظبط؟ والدنيا ولعت على الاخر، والوحش كمان بيدي الاوامر لبقيه الوحوش عشان يهجموا عليهم هم كمان. وهوشنا بيقف قدامه ولا همه اي حاجه وبيقول له طب تعالى لي يلا شكلك عاوز تتضرب من جديد، وبيبدا يهجم عليه بكل قوته وبيطلع على جسمه وبيحاول يوقفه بس مفيش اي فايده، والواد مش عارف يعمل ايه. وساعتها بيفتكر نصيحه هينو وبيحاول يهجم عليه من وراه وبيطلع على البيت دوت وبيهجم عليه، بس الوحش بيطلع عيون من ظهره وبيهجم عليه ضربه قويه بتوقع على الارض. وساعتها مؤشراته الحيويه جابت اخرها وبيفقد الوعي، وهوشنا بيغرق في ذكرياته وبيفتكر لما كان صغير كان بيقول لابوه انا حلمي ان انا انضم لفرقه الدفاع واحارب معاهم واموت كل الكايزو. بس ابوه بيقول له يا ابني مهارات السيف بتاعتك ديت ادمت وما بقاش لها اي لازمه، دلوقتي بيستخدموا مسدسات ومدافع وانت مش هتعرف تحصلهم طول حياتك. بس هوشنا ما بيستسلمش وبيقول لا انا مؤمن بحلمي ومصدق نفسي. ورغم كل الناس اللي قالته له نجح فعلا ان هو ينضم ليهم وراح يقدم نفسه للنقيب مينا، وكان مفكرها ان هي هتقول نفس الكلام وان هو مش هينفع يقاتل معاها. بس مينا بتصدمه وبتقول له ايه رايك تنضم لينا في ساحه المعركه وعاوزك تقف جنبي ونبقى اقوى اتنين وندافع عن المدينه كلها. وفي اللحظه ديت وهوشنا كان فاقد الوعي الناس كلها كانت حزينه عليه وخايفه ان هو يحصل له اي حاجه، وبينادوا عليه ويقولوا له قوم يا بطل احنا معاك ومش هنسيبك ابدا. الكلام دوت بيخش قلبه وبيحسسه بقيمه نفسه وبيقول ماذا لو كنت اضعف، هذا لا يعني انني ساخسر. وايوه هي دي العزيمه اللي احنا عاوزينها. وساعتها امن تاني وقال لهم ما تقلقوش عليا الوحش دوت هو اللي ليا، وجمع كل قوته ونزل عليه بسرعه جنونيه وبدا يقطع فيه من كل مكان. لكن الوحوش الصغيره نزلت هي كمان وبتعمل نفسها قنابل موقوته وبتنفجر قدامه. بس ده كله ولا يفرق معانا، ايوه احنا معانا هوشنا يا ابني انت وهو. وهوشنا فاقله ونزل عليه بتقله وقضى على الوحوش اللي جنبه، وبعد كده بص له وهجم عليه بكل قوته، والاولى كسرته ولف من وراه والثانيه دمرته والاخيره بوظته. ليفل تاني خالص من الحماس، يمين شمال بيقطع فيه والكايجو مش عارف يعمل اي حاجه. بس الوحش مش سهل برضك، واثناء ما بيهجم عليه الكايجو مسكه في ايديه وعمال يضغط عليه بكل قوته والواد مش عارف يعمل اي حاجه. وهنا بيوصل في
الوقت المناسب وبيشوف كل اللي بيحصل وكان مرعوب من اللي قدامه وخايف على هوشن ان هو يحصل له حاجه وجري عليه وخلاص بدأ يتحول. لكن في اخر لحظه سمع صوت. ايوه البطل بتاعنا جه. مينا وصلت هي كمان وهوبا ادت الوحش ضربه وفلتت الواد من ايديه. وايوه هو ده الجمدان ولا بلاش. هوشن كان مبسوط على الاخر وقال خلاص دي نهايتكم. بس الوحوش الصغيره بتلاحظ مينا وبتهجم عليها هي كمان لكنها بتهرب منهم بكل سهوله. والاعضاء هم كمان بيتجمعوا في نفس المكان وبيمنعوا اي حاجه توصل لها عشان تجهز هجومها التاني. وهنا هو كمان مسك المسدس بتاعه وبيضرب عليهم من كل حته. وهوشن وهو مصاب ما استسلمش وهجم عليه بكل قوته ونزل عليه تشريح لا لا وبيقطع فيه من كل مكان. الكايجو ركز معاهم وبوم ضربه ثانيه من مينا دمرت صدره ونواته بانت قدامهم وخلاص الضربه الجايه لو صابت صدره فهو كده اتقتل. لكن على مين؟ الكايجو دوت سرعه التجدد بتاعته عاليه ولازم يمنعوه بسرعه. مينا بتجهز هجمتها الاخيره وهوبا بنناقش ان هي كمان وصلت وبتنزل عليه هي كمان بس مفيش اي فايده. وهوشنا بينسق معاها وبيقول لها انا هقطع دراعه وانت ضربي في نفس المكان عشان ما يلحقش يتجدد تاني. وفعلا هو ده اللي حصل والاثنين بيجوا مع بعض ودمروه. والكايجو مش عارف الهجوم جاي منين. وساعتها نقيب مينا بتجهز هجمتها الاخيره وحررت كل قوتها في المدفع وضربت اقوى ضربه عندها وبوم اختفى من المكان بالكامل والوحش ما بقاش ليه اي اثر. يا الهي لقد هرمنا من اجل هذه اللحظه القوه دي كلها يا بنتي. والكل كان مبسوط على الاخر وخلاص خلصوا المهمه بتاعتهم والجنود كلهم كانوا تعبانين ومينا نزلت وحياتهم على المجهود بتاعهم والكل كان في قمه السعاده. وهنا هو كمان واقف بيبص لهم وغرقان في دموع الفرح ومبسوط جدا بنجاح صديقه طفولته. وايوه هو دوت المثال على البطل الحقيقي. واشكاوا قال له ما تعيطش يا صاحبي شجع نفسك عشان في يوم من الايام انت هتكون معاهم. والواد بيفرح من كلامه. لكن اثناء ما هم مبسوطين النمر بتاع مينا بيحس ان في حاجه غريبه وبينبههم ليها. والعيال لما بتبص لفوق بينصدموا. جماعه الكايجو الصغيره اتجمعت في مكان واحد وعملوا قنبله كبيره جدا. دي لو نزلت على الارض فدي مش نهايتكم لا ده نهايه البشريه باكملها. هتدمر المكان بالمناطق اللي حواليه. واحد منهم بيضرب بس مع كل ضربه بيحصل انفجار والكل بيحس بالعجز ومش عارفين هم يعملوا ايه دلوقتي. بس على مين؟ انت شكلك نسيت هينو. وفجاه بينطلق عليهم بسرعه جنونيه ومحدش فاهم اي حاجه. وهوشنا بيحاول يمنعه بس بيحس بقوته ومش عارف هو ناوي على ايه بالظبط. ووقتها هينو اتحول لكايجو قدامهم والكل كان مصدوم من اللي شايفه. هينو وقف تحت القنبله وجمع كل قوته في انحاء جسمه ونط عليه بسرعه صاروخيه ووصل هناك وضربهم بكل قوته ومحدش مصدق اللي بيحصل. وكمان فعل 100% من قوته واخد القنبله وطار بعيد عنهم ونزل قبل ما تنفجر. ويا دوبك بينزل على الارض من هنا القنبله بتنفجر من هنا. وبرغم الارتفاع ده كله بس قوتها ملهاش حدود وبتدمر المكان بالكامل. يا نهار ابيض اما لو نزلت على الارض بقى. لكن هينو كان عامل درع وبيحمي بيه كل زمايله من اثر الانفجار وخايف ان هم يحصل لهم اي حاجه. مش قلت لكم ان دوت مش زي اي بطل شفته قبل كده. وبعدها اثر القنبله بتختفي وكل حاجه بترجع زي ما كانت. والواد بيبص عشان يطمن عليهم لكن بيسمع مينا بتناديله وبتقول له كايجو رقم 8 انت رهن الاعتقال. لقد اطعمتهم من ثمار عمري فكان اول حصادهم نبالا صوابوها نحو قلبي. الواد انصدم صدمه عمره لكن راح معاها وساعتها حطوه في الزنزانه وعملوا اجتماع طارئ وحضر فيه كل الناس التقيله اللي في البلد وعرضوا عليهم المشكله وعرفوا كل اللي حصل. وبدا كل واحد يقول رايه واللي قال اقتلوه واللي قال نستخدمه سلاح معانا في الجيش وواحد تاني بيقول لهم نقطعه ونستخدم جسمه كسلاح. وكلهم كانوا محتارين على الاخر هو في ايه يا جدعان؟ هي حته لحمه بتشوفوا هتاكلوها ازاي؟ بس ساعتها قطع كلامهم رئيس نقابه الدفاع. ايوه هو دوت والد شينوميا وقال لهم قبل اي حاجه كده انا عاوز الولد دوت يروح السجن وراقبوه كويس وانا هبقى افكر واقول لكم هنعمل ايه بالظبط. وعلى طول راحوا على هناك وهينو كان قاعد زعلان وبيفكر في اللي حصل. ودخلت عليه مينا ومعاها الجنود وبلغوه انه هيمشي من هنا واخدوه معاهم. واول لما طلع من المبنى لقى كل زمايله واقفين مستنيينه وزعلانين على الاخر وخايفين ان هم يقتلوه او يعملوا فيه اي حاجه. هينو ما كانش قادر يرفع عينه في وشهم ومفكر ان هم خايفين منه عشان بقى وحش وما بقاش انسان زيهم خلاص. بس اول لما ركب العربيه اشكاوا راح وقال له انا وكل زمايلي معاك في ظهرك واوعى تستسلم ابدا يا صاحبي. وبعد كده العربيه مشيت واتحركت وبنشوف مينا وهي واقفه معاه وبتقول له انا عاوز اتكلم معاك بصراحه. انت لما طلعت تجري على الكايزو واتحولت انا اتصدمت انا كمان بس ما استغربتش ان انت عملت كده عشان طول عمرك بتحب تنقذ الناس كلها وحتى دوت لو هيكلف حياتك. انا هجمع كل الادله والبراهين اللي اقدر عليها وهحاول انقذك وما يحصلكش اي حاجه. وده عشان انت مش وحش زي ما هم قالوا عليك لا انت هينو وصديق طفولتي. الواد اتاثر من كلامها وقال لها يا مينا انا لسه عندي فرصه ان انا اقف جنبك في ساحه المعركه صح ولا ايه؟ البنت سكتت شويه وقالت له اكيد انا هفضل طول عمري مستنياك وحتى لو اتبقى ثانيه واحده من عمري انا هستناك يا هينو. ليه كده بتقلبوا عليه
علينا المواجع. انا بدات اعيط خلاص يا جدعان. وفي الاثناء ديت كان زمايله قاعدين زعلانين على اللي حصل له، وقالوا هي دي خلاص النهايه؟ بعد ما خاطب بحياته عشان ينقذنا يفتكروا ان هو مجرم ويعملوا المعامله ديت؟ احنا لازم نلاقي حل في اسرع وقت وننقذه. شينوميا هي كمان راحت لوالدها عشان تستسمحه، واول لما دخلت عليه قالت له على فكره انا كنت عارفه من البدايه هينو انقذ حياتي قبل كده، واكيد مش هيأذي اي حد فينا. انا عاوزك تعفو عنه وتضمه لينا مره تانيه ويرجع لنا زي الاول من تاني. بس الاب وقتها ادالها اشعه الصدر بتاعت هينو وقال لها ده مش انسان دلوقتي، لا ده خلاص قلبه اتحول لنواه وحش وما عادش انسان زينا تاني. البنت اعترضت على كلامه بس هو قطعها وقال لها هينو دلوقتي بقى وحش زيه زي الوحوش اللي قتلت امك يا بنتي. اياك تخلي قلبك يسيطر عليكي، استخدمي عقلك وركزي في كل الاحتمالات. البنت فعلا اتاثرت باللي سمعته وسابته وهي ماشيه زعلانه على الاخر. من ناحيه تانيه النقيبه مينا جمعت كل المستندات وكل الادله اللي تثبت ان هو لسه بشري زي ما كان من الاول، وادتهم لهوشنا وطلبت منه ان هو يسلمها للمدير في اسرع وقت. والكل كان نفسه انه هينو يرجع لهم بالسلامه. وفي نفس الوقت هينو كان قاعد في الزنزانه ومقفول عليه من كل حته وبيقول انا لازم اثبت ليهم ان انا بشري ومش هاذي اي حد فيهم ابدا. وفجاه الباب بيفتح ودخل عليه اقوى عضو دفاع عرفته البشريه باكملها، العضو الذي قتل الافا وملايين من الكايجو. ايوه الرئيس وصل يا جدعان. واول لما دخل عليه قال لهم فكوا القيود بتاعته وسيبهولي. حاولوا يحذروه بس هو اتعصب من كلامهم وقال لهم لو هو كان اقوى كايجو فهو بالنسبه له ولا حاجه، انتوا مش عارفين انتوا بتكلموا مين ولا ايه؟ وفعلا سمعوا كلامه. هينو قام وحاول يفهمه اللي حصل وقال له يا عم والله انا انسان زيكم، وبام ضرب عليه بالمسدس والكل كان مرعوب. وفي ثانيه صابه في صدره واخد منه عينه دم وقال له اي حد يقدر يصد الرصاص ده بايديه يبقى مش بشري خلاص زينا، وطالما انت صديته فانت لازم تموت دلوقتي. وطلب بدلته القتاليه ولبسها وفعل كل قوته وهالته مات المكان بالكامل وهجم على الواد بسرعه كبيره. هينو ما لحقش يتفادى الهجمه بتاعته وايديه طارت ساعتها ولسه ما بيلحقش يتكلم الضربه الثانيه طيرته. ساعتها حاول اجزاء من جسمه وبيزود سرعته وبيحاول ان هو يتفادى هجماته، بس حتى ديت مش عارف يعملها. وكل لما يجري المضاد بيوصل له وبيقطعه من كل حته والواد لسه مش راضي يهجم عليه. وشينوميا كانت بتشوف كل اللي بيحصل وكانت مرعوبه على الاخر ومصدومه من قوه والدها. بس مساعد والدها بيقول لها ده لسه ما استخدمش كل قوته من كام سنه فاتت وهو بيحارب القيد رقم 2، ساعتها زهق عليه وبضربه واحده خلص عليه. اما هو دلوقتي قاعد بيلعب معاه. وفعلا هينو كان بيحاول يبعد عنه وبيحاول يلحق نفسه ويهرب، لكن الثانيه كانت في بطنه ومن قوتها طيرته في الجو. والواد ما كانش حاسس بجسمه وبيبص بيلاقي كل اطرافه مقطوعه والمدير بيجهز كل قوته عشان يخلص عليه. لكن المفاجاه هينو اتحول بالكامل وصد ضربته بكل سهوله. يا الهي ما هذا؟ حاله سوداويه ملت المكان والصرخه خلاص بقى في عينيه وشكل في حاجه غلط، وصرخ صرخه مدويه زلزلت المكان بالكامل ومحدش كان فاهم ايه اللي بيحصل بالظبط. وشينوميا عرفت ان دوت مش هينو، لا ده الكايجو سيطر عليه. وفعلا هينو كان غرقان جوه الكايجو ومش فاهم اللي بيحصل بالظبط وبدا يفقد السيطره على جسمه والدنيا ولعت على الاخر. وفي اللحظه ديت الكايجو اللي جواه بيستخدم كل قوته وهالته مات المكان بالكامل وانطلق بسرعه البرق على المدير عشان يقتله. وشينوميا بتنادي عليه عشان توقفه لكن خلاص ده مش شايف اي حد قدامه وهجم على المدير وخلاص شكلها دي النهايه. بس المدير بيتفادى الهجمه بتاعته وبيشقه النصين بس دوت ولا بيأثر في اي حاجه. الكايجو بيعالج نفسه بسرعه وبيهجم عليه بقوه اكبر بكتير، هجمات وضرب في كل الاتجاهات والمدير مش عارف يعمل معاه اي حاجه. والوضع اتقلب بالعكس يا صديقي، وهينو بيشاهد كل دوت وعمال يصرخ بقى على قوته. وشينوميا هي كمان خايفه على بقى من ناحيه، ومن ناحيه تانيه خايفه على هينو ان هو ما يرجعش لطبيعته. والمدير بيبعد عنه وبيقول له طالما انت كده طب تعالى لي يلا. وبوم ضربه لزقته في الجدار ونواته اتدمرت. بس شكلها دخلت عليك يا صديقي، الكايجو انفصل عن نواته في اخر لحظه وبيجدد من وراه وبيديله بوكس بيكسر بيه المكان، لكن المدير لسه مكمل وبيستحمل كل هجماته. والكل بيشاهد المشهد دوت في ذهول تام. والمساعد بيقول لشينوميا ان المدير مش عاوز يقتله، لا ده بيعمل كل دوت عشان يخليه يفوق ويخليه يثبت للناس كلها ان هو لسه بشري ويقدر يتحكم في نفسه من تاني. ولو كان هدفه ان هو يقتله كان قتله قبل ما يتحول بالكامل. شينوميا وقتها عرفت قد ايه ابوها بيعاني بسببها وعمل كل دوت بس عشانها، عشان هو انقذ حياه بنته الوحيده وعاوز يتاكد من اللي هي قالته له. وفي نفس الوقت ايشيكاوا كان نافخ نفسه في التدريبات وهارو بيقول له ما تجيش على نفسك قوي كده لازم يحصل لك حاجه. بس ايشيكاوا بيرد عليه وبيقول له لا انا لازم اكون اقوى من كده عشان لما هينو يرجع بالسلامه انا اللي هحميه المره الجايه ومش هفضل معتمد على التضحيه بتاعته لينا. وبيبص له وبيقول له هينو هيرجع يا هارو مش كده؟ بيرد عليه وبيقول له ايوه يا صاحبي ده هيحصل، والفريق بيتدرب هو كمان عشان يكون اقوى.
وكل الاعضاء خايفين عليه ومستنيين القرار اللي هياخدوه بفارغ الصبر. وبنشوف قد ايه هو محبوب وسط اصحابه. والنقيبه مينا وصلت هي كمان للمقام اللي هو محبوس فيه وجايبه كل الادله والبراهين معاها وعاوزاهم يعرفوا عنه. بس القتال كان لسه شغال ومحدش عارف المدير هيحكم بايه. والكايجو بيهجم على المدير بكل قوته بس المدير بيتصدى لهجماته وهوبا لف من وراه وضرب عليه هو كمان. لكن المدير بيتصاب في بطنه ولسه بيلف بيلاقي الكايجو جسمه كبر وطاقته زادت وتحولت باللون الاحمر. يا الهي مين ده يا جدعان؟ المدير على طول بيفعل قوته هو كمان وهرب قبل ما يصيبه وبيهجم عليه باقوى هجماته واسرعها لكن بدون اي فايده. وبيجي يهجم عليه تاني لكن البوكس تمام طيره. وساعتها المدير اتعصب على الاخر وفعل اقوى ما لديه من قوه وبيهجم عليه بيها لكن الكايجو بيصدها بكل سهوله. وبالعكس الكايجو بيرجع له ويطيره وهوبا الكايجو مسكه من ايديه وبوم رزعه في الجدار اللي وراه وعمال يخبط فيه يمين وشمال بكل غباء ومحدش عارف يعمل معاه اي حاجه. هينو بيشوف كل دوت وهو لسه فاقد الوعي ومش قادر يعمل اي حاجه. وبيشوف سينوميا وهي بتبص له ووالدها بيموت قدام عينيها بس هي كانت مؤمنه بيه ان هو هيرجع لطبيعته ومش عاوزه تتدخل او تطلب الدعم ان هم يساعدوه. وبتفتكر كل اللي عمله معاها وبتقول لا هينو عمره ما كان بالضعف دوت. انت يا هينو مستحيل تستسلم بالسهوله ديت. قوم وكلنا في ظهرك يا بطل. وفعلا الواد اول لما سمع الكلام دوت اتحمس على الاخر واتحرر من القيود بتاعته. لكن هوبا الوحش اللي جواه اكله واطرافه اتقطعت في كل حته ووقع غرقان في حزنه وبيقول في نفسه ليه على طول انا فاشل كده؟ انا ما صدقت اكون عضو في فرقه الدفاع وقبلوا بيا بعد محاولات كتيره. جيت وبوظت ده كله في لحظه. انا ضعيف جدا وعمري ما هقدر اوفي بالوعد بتاعي. وفجاه نور بيظهر قدامه ومينا بتجيله ومينا بتقول له لا هتقدر. قوم واقف على رجليك يا بطل واثبت لهم ان انت هينو كافكا مش كايجو رقم 8. قوم يلا يا هينو كلنا معاك وواقفين في ظهرك. وفي اللحظه ديت الكايجو بيفزع المدير في الجدار اللي وراه وبيجهز نفسه عشان يقتله وضربه بكل قوته وخلاص شكلها دي النهايه. لكن المفاجاه هينو بيصحى وبيواجه الضربه ناحيه قلبه وقبل ما يموت بيبص للمدير ويقول له انا مش كايجو رقم 8 لا انا هينو كافكا اللي كلكم بتحبوه. وعلى طول بيرجع لشكله من تاني والكل بيكون مصدوم. وفي عضو من اعضاء الفايلر بيرفع سلاحه وبيكون عاوز يقتله لكن المدير بيقول له نزل سلاحك بسرعه. لو كنت عاوز اقتله كنت عملت كده من الاول. وبعدين امر الجنود ان هم يودوه المستشفى ويعالجوه بسرعه قبل ما نواته تتدمر ويموت. وفعلا بيودوه للكبسوله ديت والمدير بيروح لمجلس الشيوخ عشان يقرروا هم يقتلوه ولا يعملوا فيه ايه بالظبط. وبيستدعوا مينا ويقولوا لها الواد دوت كان في الفريق بتاعك وكمان عرفنا ان هو صاحبك من زمان. ايه رايك فيه وهل نقدر نثق فيه ونعفو عنه؟ يلا اتكلمي وهات اللي عندك. مين قالت لهم انا عارفه ان انتم معتبرين هينو كايجو مش انسان عشان قلبه ما عادش زي البشر وتحول لنواه. لكن انا هكلمكم من منظور تاني خالص. كلكم شفتوا هينو وهو بيتحول قدامكم والكل كان مرعوب منه لكن في معركتنا الاولى ما استخدمش قوته وفضل يدور على ثغرات تساعدنا ان احنا نموت الكايجو ده. حتى كمان اتحول ومحدش كان فاهم ازاي كايجو بيحارب في صفنا وانقذ شينوميا واشكاوا وهارو ده غير مساعدته لينا في اخر المهمه. لو ما كانش اتحول في اخر لحظه وبعد القنبله انا وانتوا وكل زمايلنا كنا هنموت. هينو بالنسبه لي مصدر العزيمه. انضم لينا بعد ما فشل 12 سنه لكن ما استسلمش وحاول بكل قوته لحد ما اخيرا بفضل النقيب روشنا اتقبل معانا في الفريق. والى جانب كل دوت فهو صديق طفولتي اللي لما كنت بقع كان بيقف جنبي والا ما كنتش هبقى واقفه معاكم دلوقتي. واتمنى ان انتوا تسمعوا كلامي. الكل اتاثر من كلامها لكن في ناس منهم ما كانوش موافقين وقالوا لها طب ايه يضمن لنا ان هو مش هيخرج عن السيطره ويتحول لوحش زي ما حصل من شويه؟ ده المدير بقوته ما قدرش عليه ولو خرج عن السيطره مره ثانيه محدش هيعرف يوقفه عشان كده لازم يموت. في الوقت دوت هينو فاق من الغيبوبه اللي كان فيها ولقى المدير جنبه وقال له ما تقلقش يا عم انا مش هاذيك. الواد اول لما فاق وشافه بالسلامه قال له هو انت كويس؟ الف حمد لله على سلامتك. انت مش عارف كان هيحصل لي ايه لو كان حصل لك حاجه. كنت هعيش في ندم طول حياتي وما كنتش هقدر احط عيني في عين شينوميا مره ثانيه. بس استنى كده هو انا لسه عايش ازاي؟ معقول هو انتوا قابلتوا بيا فكره الدفاع وهترجعوني من تاني ولا ايه؟ وبنشوف اللي حصل في الجلسه وهما بيتخانقوا الرئيس بيتدخل ويقول لهم عارف ان انتوا مش مطمنين وعاوزين تقتلوه وفي منكم اللي عاوز يحوله للسلاح لكن عاوزكم تبصوا من منظور تاني. لو قدرنا نسيطر عليه ونضم لينا شوفوا هينفعنا قد ايه. فاكرين كايجو رقم 6 لما هجم علينا ايه اللي حصل واحنا بنواجهه؟ انا هقول لكم خسرنا 273 جندي ده غير الناس البريئه اللي ماتت واللي زوجتي كانت ضحيه منهم. وكايجو رقم 10 شوفوا كم واحد كان هيموت لو هينو ما وقفش القنبله وساعتها كلنا كنا هنموت. انا اخدت قراري ومحدش عابدني فيكم. هينو
هيفضل عضو في فرقه الدفاع، ودوت هيكون على مسؤوليتي. وبنرجع تاني وهو بيتكلم معاه وبيقول له انا اتحديت الكل عشانك واتمنى ان انت تبقى قد المسؤوليه. الواد بيتاثر من كلامه وبياخد على نفسه عهد ان هو مش هيسيب اللي حصل دوت يتكرر تاني، ولازم يسيطر على نفسه اكتر من كده عشان الكايزو ما يتحكمش فيه مره تانيه. وفي الوقت دوت مينا كانت ماشيه وبتجيلها رساله على التليفون وبتفرح على الاخر، ودي كانت رساله العفو عن هينو وشينوميا وهارو واشكاوا وبقيه الاعضاء وحتى نقيب هوشنا، كلهم كانوا فرحانين جدا برجوعه. بس سيبك من الكلام ده كله عشان المصيبه اللي جايه اخطر واعنف بكتير قوي. ايوه هو اللي في بالك، وبنشوف واحد وهو قاعد بيتفرج على الناس وهي بتلعب شطرنج، بس ده مش اي حد، ده كايزو رقم 9. يا نهار ابيض، ده بيحاول يطور نفسه عشان يفهم ازاي البشر بيفكروا عشان المره الجايه يواجههم بكل قوته. وعاوزك تتخيل معايا ده لو عرف يلعب شطرنج هيعمل ايه يا صديقي؟ مش عاوزه كلام، كش ملك على طول. وده كان نهايه الجزء الاول من حكايه هينو، ولو عاوز الموسم الثاني اكتب في التعليقات، وما تنساش تصلي على سيدنا محمد. وعاوز الفيديو دوت يوصل 5000 لايك، ده اقل حاجه على العظمه اللي انت شفتها، واشترك في القناه، ويلا سلام.